السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده لايف جديد هنتكلم فيه عن الاوفر ثينكينج وازاي بيبقى فيه مشاكل كتيرة، ولكن يا ترى نقدر نحل المشكلة ديت ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. فلو انت لسه ما عملتش شير للفيديو ده او لللايف ده اعمل ده، علشان خاطر النهارده هنتكلم بالورقة والقلم. يعني تجهز ورقتك وقلمك كده علشان خاطر النهارده نبدأ نتكلم في تفاصيل مهمة جدا، خطوات نقطة 1 2 3 4 نبدأ نشتغل بيهم. ازاي نقدر نحقق فيها أحسن طريقة ووسيلة إن أنا أتخلص من الأوفر ثينكينج، ازاي إن أنا أعرف إذا كان عندي أعراض الأوفر ثينكينج، ازاي أعرف إيه الحاجات اللي خلتني يجيني الأوفر ثينكينج. فده كله هنتكلم فيه، فاعمل شير وأنا هدخل أعمل شير دلوقتي. وابعت على الصراحة أول 10 دقايق زي ما إحنا متعودين بنتكلم عن الصراحة وبنجاوب على الأسئلة بتاعت الصراحة، وبعدها على طول نبدأ نخش في التفاصيل بتاعتنا اللي هنتكلم فيها النهارده عن الاوفر ثينكينج. فهعمل شير وارجع لكم مرة تانية. اوكي، احنا اوكي، بدأت الناس تدخل. ياسين نورت يا ياسين. اوكي، كده انا عملت شير واتساب. لا، مش هعرف اعمل شير على الواتساب. ماشي، عايز اطمن الصوت كويس. يعني لو صوت كويس قولوا لي صوت كويس. الناس اللي بتعمل لفات والله يا لهوي. لحظة. معرفش كده جودة الصوت بقت أحسن ولا لأ، بس أهو بنجرب ونشوف. يا سلام، حلو، ممتاز. الصوت حلو خالص دلوقتي. كويس، صوت كويس جدا. شكرا لحضرتك يا أستاذة ريهام. أوكي، نبدأ كده بأول سؤال جالي على الصراحة ونشوف. حلو، السؤال ده جميل جدا. ازاي اتاكد ان مشاعر الشخص التاني صادقه وحقيقيه من ناحيتي؟ سؤال لولبي وكده بس قشطه. ازاي اتاكد ان مشاعر الشخص اللي قدامي صادقه وحقيقيه من ناحيتي؟ في اكتر من طريقه ممكن تعرف بيها. واحد وهي لغه الجسد، اللي هي تخليك ان انت تعرف الشخص ده اللي قدامك. هتلاقي ان الشخص اللي قدامك بيبدا يحرك عينه لو هو صادق هتبص هتلاقي ان هو بيبص من الاتجاه ده، ولو هو بيكذب هتبص تلاقي ان هو بيبص الاتجاه ده. لو انت عايز تعرف اكتر عن لغه الجسد وازاي نقدر نحل. ماشي، طيب حاجه تانية، ازاي اعرف الشخص اللي قدامي دوت مشاعره صادقه من ناحيتي؟ اللي هو بصراحه يعني لو اتنين بيحبوا بعض مثلا وانا عايز اعرف الشخص اللي قدامي دوت بيحبني ولا مش بيحبني، هل هو متمسك بيا ولا هو مش عايز. الغي من الشخص اللي قدامك ده، الغي من الشخص اللي يعني بص الموضوع ده مفتوح، بس الغي من الشخص اللي قدامك دوت، الغي منه الحاجه الحلوه اللي انت بتعملها له. يعني انت بتعمل له حاجه حلوه، الغيها. شوف هل هو هيتغير معاك ولا هو مستمر على نفس النمط اللي هو بيتعامل معاك بيها من البدايه.
لو هو بيتعامل معاك بنفس النمط ما اتغيرش معاك، معنى كده ان هو بيحبك. لو هو مش مستمر، معنى كده ان هو كان معجب بحاجه بتقدمها ليه ولما راحت انتهت. كويس، ماشي. فاذا هل هو بيحب الحاجه اللي انت بتقدمها له ولا بيحبك انت شخصيا؟ وعلشان خاطر كده ركز كويس جدا في الجزء ده، تمام؟ يعني اللي بيعمل لايكات واللي بيعمل لايكات، تمام. طيب تعالى كده نستكمل الجزء ده. السؤال ازاي اتاكد من مشاعر الشخص الثاني صادقه وحقيقيه من ناحيتي؟ ده كده انتهينا منها تقريبا، لان ده محتاج مننا يوم كامل. انا اكتبها برضو في النوت عندي. اوكي، ممكن اكتبها عندي في النوت علشان خاطر نتكلم في يوم كامل نتكلم عن الجزء ده. اوكي، مشاعر. اوكي، طيب. فاذا هنا ده السؤال الاول. السؤال الثاني، يا لهوي ده مش سؤال، ده يا لهوي. ماشي ماشي. في حد كده كاتب ايه؟ انا تعبت بجد، انا عايز اموت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا تعبت بجد، انا عايز اموت من ضغوط الحياه. انا فعلا تعبت، حاسه اني مش قادر اكمل. حاسه اني مش قادر اكمل. بعمل حاجات كتير وبشتغل على نفسي، وكل ما ابدا حاجه يشاء ربنا انها تقف وما تكملش، وبقول ربنا رب الخير لا ياتي الا بالخير. بقالي 4 أو 5 شهور في ابتلاءات مختلفه، وبقول لنفسي تأدبي فانت في حضره قضاء الله وقدره. بس تعبت، بصبر نفسي، وبقول على الرغم من الابتلاءات دي بس اهون من الابتلاء ربنا لان اهل غزه، وبقول الحمد لله على كل شيء. عايز استمر في اني اكون صامده كده، بس خايفه اني ما اقدرش اكمل. طيب الحته دي هتنقسم معانا لحتتين يعني كده عشان خاطر بس نكون متفقين. اوكي، الموضوع ده هياخدنا لحتتين. الحته الاولى هي فكره الصمود والصمود على الابتلاء والحمد لله يا رب، اتفقنا؟ ده الحته الاولى. الحته الثانيه بقى وهي فكره ان حضرتك بتقولي ان انت عايزه تستمري على الصمود. اول حاجه خلي بالك من جزئيه مهمه جدا. انت اشتكيتي ربنا. الكلام اللي بقوله صعب شويه بس هو ده الحقيقه. انت اشتكيتي ربنا لخلقه. فجيتي قلتي ايه؟ قلتي انا مش قادره ومش صامده وفي ابتلاءات الحاجات دي كلها. معنى كده ان حضرتك بتقولي اللي هو كفايه يا رب وراح تشتكي للناس بره وتروح تتكلمي. انا مش قصدي على حاجه، يعني انت بتفضفضي على الصراحه عشان ما تقوليش انت مين. بس انا بقول لك دي حاجه بينك وبين ربنا، بس عشان نبقى متفقين، حاجه بينك وما بين ربنا. اللي هو انا لو صامد على حاجه فاللي هو الحمد لله يا رب انا راضي. فكرتيني بناس كده كتير جدا تيجي تقول لك ايه؟ انا مش خايف علشان خاطر معايا ربنا. وبالرغم ان هو بيقول ان هو مش خايف وان معاه ربنا، تبص تلاقيه شغال بياخد حذره اللي هو قاله او ياخد حذره من حاجات تانية. اللي انا عايز اوصله لك، لو انت عايزه تبقي صامده يبقى الموضوع يبقى جواكي ما يطلعش براكي. لو طلع براكي معنى كده ان انت ما بقيتيش صامده، والله اعلم هتؤجري عليها ولا هتؤجري على الصمود بتاعك ولا لا. فيعني هو على بناء على علمي المحدود في المجال الديني، تمام؟ فانت طالما طلعت وحكيت مشاكلك فاذا انت لا تؤجر على فكره الصمود، لان انت ما صمتش، انت رحت اشتكيت. فانا طيب انا مش بقول لك كده علشان خاطر اضايقك ولا اي حاجه. كل الفكره بس ان انا بقول لك خلي بالك من الجزئيه دي، ودي ليكي وليا. ده ليكي وليا علشان خاطر لو انا قعدت اللي هو اشتكي لخلق الله فانا كده اللي هو فين يا عم القضاء والقدر، وان انا ارضى بقضاء الله وقدره الاجزاء دي كلها. طيب تعالى بقى كده نرجع لحته ثانيه بتاعه الصمود. انت عايزه تستمري على الصمود، حلو جدا ان انت صامده او ان انت لسه متماسكه، ده جميل. طيب الاجمل بقى ان انت تعملي ايه؟ انا لو ربنا ابتلاني بابتلاء ما اقعدش افكر في الابتلاء واروح اطلع لنفسي حلول على طول. اول ما ربنا ابتلاني بابتلاء اروح اقول الحمد لله، الحمد لله يا رب. ايه اللي انا هعمله من بعد الابتلاء؟ هل الابتلاء دوت ممكن ان انا اطلع منه بحل ولا مش ممكن اطلع منه بحل؟ طلعت منه بحل مثلا، وانا نفترض يعني حد حصلت معاه مشكله، حصل معاه حاجه معينه وقعد يفكر يا ترى هل ليها حل؟ انا ممكن مثلا هعمل عمليه فاتحلت قشطه زي الفل. مثلا او ممكن يكون الشخص دوت اللي هو حصلت مشكله اترفد من شغل معين، فهو يجي ايه؟ اترفدت من الشغل، اذا المفروض ان انا اعمل ايه؟ ادور على شغل تاني، فهبدا اتجه لاتجاه تاني.
فدور على الحل. ده اول حاجه عشان تتعلم الصمود. رقم 2، اوعى تشوف الصمود، وده اللي بنتكلم فيه في كورس هاو تو كنترول يور لايف، ازاي ان احنا بنشوف المشاكل اللي قدامنا علشان خاطر بناء على رؤيتنا للمشاكل. بص كده، بناء على رؤيتنا للمشاكل بتبدا تتكون عندنا المشاعر اللي بتبدا تطلع على هيئه ردود فعل. طيب انا بدات ان انا اشوف الابتلاءات اللي ربنا كرمني بيها، والابتلاء كرم على فكره. انا شايف ان الابتلاءات اللي ربنا كرمني بيها عشان خاطر ربنا يهيئني لحاجه احسن. ممكن يكون ربنا خلاني اسيب شغل علشان خاطر امسك شغل اعلى منه في البوزيشن، او علشان خاطر افتح البيزنس الخاص بيا، او علشان خاطر ايا كان السبب. انا ما اعرفش، كل واحد بناء على الرسائل اللي بيقدمها لك ربنا، فانت المفروض تقرا ما بين السطور. وفي جمله كده دايما بحب اقولها، اللي ما بين السطور اهم من السطور نفسها. اتفقنا؟ احنا دلوقتي ما زلنا في ال10 دقائق اللي احنا بنجاوب بيها على الصراحه، عشان خاطر نبقى متفقين، الناس اللي هي لسه داخله تبقى عارفه احنا بنعمل ايه. اوكي؟ فالسؤال بتاع حضرتك فكره ان انا عايز استمر على الصمود على ابتلاءات ربنا، وان انا ابدا اتخطى الاجزاء ديت. فالاجابه بتاعتك ان رقم 1 ان انت تبداي تشوفي الابتلاء دوت ان هو نعمه من عند ربنا، علشان خاطر ابدا اقسم هعمل ايه. رقم 1 ادور على حل. 2 ابدا ابص للابتلاء دوت بمنظور تاني، فتبص تلاقي نفسك ان انت بقيت مش متضايق من الابتلاء قد ما انت عايز تتخطى الابتلاء دوت. فطول ما انت مش متضايق من جوه، عقلك مش هيبدا يعمل الاوفر ثينكينج، وده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. اوكي؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. طيب تعالى كده، ده الحلول بتاعتك البسيطه علشان خاطر تطلعي من فكره ان انت عايزه تبقي صامده قدام الابتلاء. فغيري طريقه تفكيرك عن الابتلاء. رقم 2 ابداي ان انت تحطي حلول علشان خاطر تتحركي لقدام، لان انت لو ما حطيتش حلول فانت قاعد في مكانك، شكرا، مش هتعمل اي حاجه جديده. اتفقنا؟ فلازم تحط لنفسك حلول. ده السؤال الثاني اللي موجود على الصراحه، والحمد لله ما فيش اي اسئله ثانيه على الصراحه، لان اعتقد ان التدريب بتاع النهارده او المعلومات بتاعت النهارده، انا اتمنى الناس اللي موجوده تمسك ورقه وقلم، تجيب ورقه وقلم. والله النهارده هنتكلم في تفاصيل في الاوفر ثينكينج تحفه. امسك ورقه وقلم وابدا اكتب، علشان خاطر النهارده هنتكلم عن عباره عن مجموعه من النقاط. اتفقنا؟ انا حتى عامل باوربوينت للجزئيه دي. فمجموعه من النقاط، ابدا ان انت تكتب 1 2 3 4 علشان خاطر تبدا تحدد نفسك. هل انت عندك اوفر ثينكينج، ولا ده مجرد حاجه مؤقته وهتبدا ان هي تتغير؟ هل انت عندك الموضوع مزمن، ولا انت عندك الموضوع مجرد قشور صغيره؟ طيب، قبل حلو، في حد بيرد على الكلام اللي اتقال. جميل، ده عجبني قوي، انا متابع معاك على الصراحه. بس مش هو الشكوى ملهاش علاقه بالرضا. انا ممكن ابقى راضي بس عندي مشاعر سلبيه بحاول اني اعبر عنها. ممكن نبحث اكتر عن معنى الرضا. ماشي. ازاي تقنع نفسك انك لازم تشتغل على نفسك او تطور نفسك وانك تستمر على نجاح؟ هل ده كسل ولا فشل ولا خوف؟ ازاي اقنع نفسي اني لازم اشتغل على نفسي؟ السؤال هنا اعتقد اجابته حاجه صغيره جدا. هل انت شايف نفسك وصلت للاكتفاء ولا لسه؟ بص كده، هل انت شايف ان انت وصلت للاكتفاء ولا لا؟ اللي ما يعرفنيش، انا هشام مبارك، مدرب ومحاضر معتمد مركز الكندي مونتريال بكندا، مدرب ومحاضر معتمد من جامعه عين شمس وجامعه جنوب الوادي. دربت طلبه ودكاتره في جامعه جنوب الوادي وجامعه اسيوط ومع ترميم اثار مع خدمه اجتماعيه عالي ومتوسط، وفي محافظات مختلفه في مصر وبره مصر. اتدربت في محافظه الغردقه وسفاجه، اسوان، اسماعيليه، بني سويف، القاهره، محافظات مختلفه كتير جدا. سوبرفايزر لمركز فيوتشر جيت، ومدير قسم التنميه البشريه داخل مركز فيوتشر جيت، ومدير اسبق لمركز التطوير والتنميه بالغردقه. وكمان تم اختياري من جامعه جنوب الوادي ان انا امثل جامعه جنوب الوادي من ضمن كل الكليات اللي في جامعه جنوب الوادي. تم اختيار 10 بس ان هم يروحوا يقابلوا رئيس الجمهوريه كمثال مشرف لجامعه جنوب الوادي. مش بس كده، حاجات تانية كتير جدا، ولكن اللي انا حابب اقوله لك ان كل ده اللي انا وصلت له، السي في ده اللي انت شايفه، ما اعرفش انت شايفه كبير شايفه صغير، دي حاجه ممكن ترجع ليك انت بناء على رؤيتك للسي في. ولكن عايز اقول لك بالرغم من ده انا شايف ان انا لسه ما قدمتش كل حاجه. عايز اقول لك ان انا دربت اكتر من 20,000 متدرب، او اكتر من 30,000 متدرب على مستوى مصر وبره مصر. ولكن انا برضو شايف ان انا ما وصلتش لمرحله الاكتفاء، لاني انا لو وصلت لمرحله الاكتفاء هتبص تلاقيني ان انا مش ببحث عن حاجه ان انا اعملها، مش ببحث ان انا ادور على حاجه اطور بها نفسي. ولا افترض مثلا مجال التدريب اللي انا بقدمه دلوقتي، انا كهشام علشان خاطر ابحث عن التطوير، انا حطيت لنفسي ان انا عايز اوصل مثلا لهدف معين. فانا الهدف بتاعي علشان خاطر اقدر اوصل له، فانا محتاج ان انا اعمل ايه؟
محتاج ان انا ادي تدريبات اونلاين على لايفات زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، ان انا ابدا انزل فيديوز كل يوم فيديو، وده اللي انا بحضر ليه علشان خاطر اعمله لكم ان شاء الله. كل يوم هيكون في فيديو مدته دقيقه ل3 دقائق بتكلم فيه عن يا اما اداره الاعمال يا اما التنميه الذاتيه يا اما علم النفس. فبقدم دوت. تلاقيني على اليوتيوب، على المنصات السوشيال ميديا بشكل عام، سواء كان يوتيوب، انستجرام، واتساب، هتلاقيني على التيك توك، هتلاقيني في اماكن مختلفه علشان خاطر ايه اقدر اوصل. فسؤال حضرتك اللي هو ازاي تقنع نفسك انك لازم تشتغل على نفسك او تطور نفسك وانك تستمر على النجاح ده؟ هل ده كسل ولا فشل ولا خوف؟ كل الفكره كلها هل انت مقتنع ان انت وصلت لمرحله كافيه مش هتدور تاني، مش هتطور في نفسك، ولا لا انا لسه ما وصلتش؟ فطول ما انت لسه ما وصلتش زي ما بيتقال كده، اللي هو طول ما انا شايف ان انا لسه ما وصلتش فانا جعان نجاح، فتبص تلاقي نفسك بتدور على النجاح في ايا كان المكان. اتفقنا؟ فالسؤال دوت هيرجع للاجابه بتاعتك، هل انت وصلت لمرحله من الاكتفاء ولا لا؟ ولو شايف ان انت وصلت لمرحله من الاكتفاء ابدا اعمل مقارنه، ولكن خلي بالك من فخ المقارنه. اي حد من الناس اللي معايا خلي بالك من فخ المقارنه. ممكن تحط نفسك في مقارنه غير عادله، تشوف الناس اللي اقل منك، تشوف ازاي غير عادله وانت تبص اللي اقل منك، تشوف الناس اللي اقل منك فتقول ايه ده انا وصلت لمرحله كويسه جدا جدا جدا، فتبص تلاقي نفسك مش بتطور. معنى ان انت مش بتطور من نفسك معنى كده ان انت هتعمل ايه؟ هتبص تلاقي نفسك ان انت خلاص انت شايف ان انت وصلت لمرحله حلوه، خلاص مش هعمل حاجه جديده. طيب لما انت مش هتبص الناس اللي اقل منك وانت شايف ان انت فوق، مش هتعمل حاجه جديده. طيب لو انا بصيت للناس اللي اعلى مني وقعدت اقول يا دول اعلى مني، دول وصلوا لمناصب عاليه، وصلوا انا ازاي ما وصلتش وازاي مش عارف ايه، فانت برضو بتحط نفسك في مقارنه غير عادله. ليه؟ لان انت لما تحط نفسك في المقارنه في اللحظه دي عارف انت هتعمل ايه؟ هتحبط، لان انت شايف الناس اللي فوق. طب الناس اللي فوق دي هل هي وصلت مره واحده؟ لا اكيد. هتبص تلاقي اني لازم اخلي بالي من المقارنه بتاعتي، ابص للي اعلى مني ان انا عايز اوصل لهم، وابص للي اقل مني ان انا وصلت احسن، يعني احسن منهم، وابدا ان انا احط نفسي في المقارنه ما بيني وما بين نفسي وابدا اطور من نفسي. ودي حاجه مهمه جدا لازم تخلي بالك منها. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابو حميد، وحشني يا احمد محمود عبد الله، وحشني. مارو الحمد لله في نعمه يا مارو. طيب نرجع دلوقتي، وده اللي ياخدنا لنقطه مهمه جدا وهي الاوفر ثينكينج. ازاي الواحد بيضيع حياته في تفكير مفرط، بيقعد يفكر بشكل يتعب دماغه كل شويه، كل يوم، كل لحظه تبص تلاقيه انه شغال بيفكر بشكل كبير جدا، وهو ده الاوفر ثينكينج. الاوفر ثينكينج هو فكره ان انت بتفكر في الحاجه زياده عن اللزوم بشكل مستمر، وممكن الموضوع دوت يوصل معاك لجانب مرضي، اوكي، بشكل مزمن. انت بتفكر في كل حاجه واي حاجه وتبدا تبني سيناريو لكل حاجه. خليني كده اسال الناس اللي هي موجوده معايا دلوقتي، هل انت من النوع اللي هو بيفكر في كل حاجه واي حاجه، ولا انت خلاص الحاجه اللي تيجي قدامك فكرت فيها مش بتكمل معاك وقت وخلصت وانتهت؟ هل انت بتقعد تبني لنفسك افكار للمستقبل، ولا انت لا اللي هو زي ما ترسى الدق وربنا يسهلها ان شاء الله للاحسن؟ يعني ابعت لي وقول لي انت من انهي نوع فيهم. هل اللي هو بيفكر كتير في المستقبل وفي الخطوه بتاعته اللي جايه، ويا ترى هيعمل فيها ايه ومش هيعمل ايه، ويا ترى هيجي يمين ولا هيجي شمال، هيسلم كده هياكل كده هيعمل كذا عشان خاطر الناس، علشان خاطر نفسه، علشان خاطر المستقبل؟ هل بيفكر في الماضي اكتر بيفكر في المستقبل؟ ودي حاجات كتير جدا في الاوفر ثينكينج. انا عايز اقول لك ان انا واحد من الناس اللي عندي الاوفر ثينكينج، انا بس عندي الموضوع دوت بشكل رهيب. انا بفكر لما هاجي اسلم على الناس هسلم ازاي، لو هاجي اسلم مثلا على مروان هسلم عليه ازاي، هسلم عليه بالشكل ده، اسلم كده اسلم كده. طبعا في لغه الجسد ليها معنى، اوكي. لما هاجي مثلا هقابل المدير بتاعي هسلم عليه ازاي، هتكلم معاه ازاي، واقعد احسب لكل حاجه وابني اكتر من سيناريو لكل حاجه. ويمكن دايما كده في دماغي جمله اللي هو ماذا لو مثلا انا مقبل على حاجه جديده، فتبص تلاقي نفسك اللي هو ايه، طب لو ما حصلتش ممكن اعمل ايه، طيب لو حصلت ممكن اعمل لها ايه، طيب هنا لو حصل مش عارف كذا. يعني هدي لكم مثال بسيط جدا. في مدرسه فيوتشر جنريشنز سكولز في جزئيه كده احنا باذن الله بنجهز لعرض ل 6 اكتوبر، عرض قتالي واستعراضي مع الاولاد الموجودين من جريد 4 لغايه جريد 9. فانا معايا الاولاد، فانا لما اجي اتكلم معاهم مش بقول لهم اللي هو هتعمل 1 2 3 4 ونبدا ندرب عليها وانتهت. انا بقول لهم طيب لو انت وقعت ما نجحتش، ما حصلش، ما مش عارف كذا، هتعمل فيها ايه؟ اللي هو ماذا لو. بدي لك الحاجه لبعد ابعد. وده على فكره حلو ووحش. حلو لو انت حطيت الخطه بتاعتك وانتهت، وحش لو قعدت تفكر في 60 سيناريو وتبص تلاقي نفسك ان انت
بدات تدخل في التفكير بزياده عن اللزوم، وتبص تلاقي نفسك هنا اسمها اوفر ثينكينج. انت بتفكر زياده عن اللزوم، ودوت اللي ممكن يعمل لك الم بدني ونفسي وعقلي، ويعمل لك ارهاق. علشان خاطر كده عايز اعرف الاول انا ايه العلامات اللي بتدل اني انا عندي تمام اللي هو فكره التفكير المفرط، الاسباب بتاعته ايه. اول حاجه بس قبل ما نعرف الاسباب بتاعته تعالى كده نعرف ايه الاعراض بتاعته. اكتب كده ورقه وقلم يا ست الكل ويا سيدي الناس، هات ورقه وقلم واكتب معايا الاعراض بتاعته. انا هبدا اتكلم معاك عن عرض بيكون موجود عندك او مش ظاهر عندك. خلي بالك ان انت لازم يكون عندك اغلب الاعراض، يعني لازم تتعدى النص. يعني انا هنا عندي 6 اعراض، لو انت عندك 3 فاذا انت في مرحله المتوسط، لا انت عندك اعلى فاذا انت كده ايه الدنيا رايحه منك جامد. اتفقنا؟ فخلي بالك من الجزئيه ديت، وابدا اعمل لنفسك مقياس على فكره الاوفر ثينكينج بتاعتك هتكون يعني مدى قوتها ازاي معاك. اول حاجه من الاعراض بتاعتي، انا اسف 5 مش 6، 5. اول حاجه وهو الاحساس بالارهاق العقلي. عارف اللي هو انا عايز افسد دماغي، عايز اللي هو انا عايز اوقف تفكير، عايز ان هو خلاص انا عايز ابعد عن العالم، عايز ابعد عن الناس، عايز ابعد عن الكوكب اللي انا عايش فيه، مش عايز اكلم حد، مش عايز اتعرض لحد، انا عايز اهدى، عايز اوقف تفكير، انا مش عايز افكر في حاجه، مش عايز اتكلم مع حد في حاجه، انا دماغي شغاله بترغي لدرجه ان انا فصلت. تمام؟ فانت حسيت بالارهاق العقلي، انت عايز توقف تفكير، انت عايز توقف من عقلك ان انت تفكر، وده كان رقم 1 وهي الشعور بالارهاق العقلي. طب رقم 2، رقم الاثنين هو صعوبه النوم. انت حصل عندك شعور بالارهاق، تمام؟ ورقم 2 عندك صعوبه في النوم. اول ما تيجي تنام بسم الله الرحمن الرحيم رايح عند المخده، بدا العقل السبكونشنس مايند او العقل اللاواعي يبدا ان هو ياخد دوره ويقعد يعمل لك ترتيب للاحداث، ويبدا ان هو يفكر بشكل مفرط في كل حاجه حصلت في حياتك في اليوم كله كده، اللي هو تعالى بقى تعالى نكد عليك، امبارح كانت بتقول لك خلينا اصحاب، لا يا سلام وهكذا. تمام؟ ممكن مثلا اتكلمت مع المدير وموضوع انتهى وشديت مثلا مع المدير، فتيجي في دماغك كده اول ما تيجي تنام هو ليه المدير كلمني بالشكل ده؟ يكون زعلان مني، طب ممكن يكون حد وزه عليا، ممكن يكون حد يعمل كذا، حد يعمل كذا، فتبص تلاقي ان الموضوع عندك بيقلب عندك. ليه؟ ان انت مش قادر تنام وعندك صعوبه في النوم. عايز اقول لك الناس ديت ممكن يظهر عليها الموضوع ازاي؟ عارف كده لما تكون انت عايز تنام ولكن ما بتعرفش تنام غير لما تمسك الموبايل وتقعد تقلب في الموبايل، تتفرج مثلا على التيك توك ولا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، المهم ان انت شغال بتقلب في الريلز مثلا والفيديوز، شغال بتقلب لغايه ما عينك تقفل، ما تعرفش تنام غير كده، لغايه ما عينك تقفل وتنام. انت هنا كل اللي انت بتعمله ايه؟ انت بترهق عينك وعقلك لغايه ما يوصل لمرحله ان هو مش قادر ينام. فدي الفكره كلها، ان انت تمسك الموبايل، وده واحده من الاعراض اللي هي الصعبه جدا في فكره صعوبه النوم. انا مش عارف انام من كتر ما انا بفكر، فراح اعمل ايه؟ اهرب من التفكير بتاعي في الريلز او الستوريز اللي انا شغال بتفرج عليها، اقعد اقلب لغايه ما ابص نفسي الاقي نفسي ان انا سحبت في النوم من غير ما ابقى قادر. فده واحده من الاعراض اللي لازم تخلي بالك منها، فكره صعوبه النوم، الارق اللي بيجي لك. طيب رقم 3 وهو التوتر، ان بيكون عندك قلق وتوتر بس زياده. يعني ايه زياده؟ يعني الناس ممكن تقلق من حاجه، مثلا انا هروح النهارده هدي لايف، اوكي؟ فحضرت لللايف بقى وجهزت كل حاجه، بس انا هنا قلقان ان اللايف بتاعي ما يطلعش احسن حاجه، فاقعد قلقان وخايف. طب احضر تاني. عارف كده بيحصل معانا في ايام الامتحانات، او كان بيحصل معانا انا عشان كان بيحصل معايا، تمام؟ فاللي هو ايام الامتحانات كده تبص تلاقي نفسك اللي هو شغال بتذاكر مره واثنين وثلاثه و10 علشان خاطر انت قلقان ومتوتر ومتضايق، وبص اللي هو انت مش قادر، عندك قلق وتوتر زايد مخليك ان انت شغال بتذاكر مره واثنين وثلاثه، وحتى لو انت حافظ تكون فاكر نفسك مش حافظ، وفي عدم ثقه في التجهيز بتاعك والتحضير بتاعك، لدرجه ان انت لما تيجي تروح التوتر والقلق بتاعك يسبب ان انت تغلط. بص كده، التوتر والقلق بتاعك يخليك ان انت تغلط، اجباري هتغلط. ودي نقطه هنتكلم فيها عن فكره الاسباب بتاعتنا وايه اللي بيخليني ان انا اوصل لده والحلول بتاعتها، اوكي؟ فهنا بقى جزء مهم جدا ان انت لما يكون عندك قلق وتوتر من كل حاجه حواليك، من كل حاجه ممكن تحصل حواليك، قلقان ما اطلعش باحسن شكل،
قلقان ان انا مثلا ما اديش باداء كويس، قلقان مثلا ان شكلي يكون وحش وسط الناس، قلقان ان مش عارف كذا. فقلقك الزياده ده اللي بيحصل عندك دوت بيخليك توصل لمرحله من الاوفر ثينكينج، لان شغال بتفكر انا قلقان ومتوتر، فانا تبص تلاقي نفسي شغال بفكر في الحاجه اللي انا قلقان عليها او قلقان منيها، فهوب شغال تفكير تفكير تفكير، عقلك مش بيفصل من التفكير، فده يرهقك فيما بعد. طيب رقم 4، ودي النقطه اللي كنت بتكلم عليها دلوقتي، بس دلوقتي هنتكلم فيها تفصيليا اكتر. التشتت الذهني، ان انا الذهن بتاعي بيبقى مش مركز، متشتت. في ناس كتير كده تقول لك ايه، انا بنسى كتير، انا بنسى كتير، انا بنسى كتير، انا بنسى كتير، انا بنسى كذا، انا بنسى كذا، بنسى كذا. تعالى كده نحسبها مع بعض حسبه بسيطه جدا. لو انت عندك يعني مثلا مكتبه، والمكتبه ديت او في رف كده تمام، هتحط فيه الكتب لازم يتحطوا فوق بعض. لو انا جيت حطيت الكتب بتاعتي فوق بعض مثلا، يعني مجموعه الكتب دول، رحت حطيت teach yourself NLP، رحت حطيته هنا، اوكي، رحت جيت body language، رحت حطيته هنا، وقعدت احط الكتب فوق بعض لغايه ما وصلت في النهايه ان انا ايه، الكتاب اللي انا عايز اطلع منه المعلومه، في معلومه عايز اطلعها من كتاب teach yourself NLP، عايز اطلع معلومه منه. فتبص تلاقي نفسك مش قادر تطلع المعلومه، ليه؟ هو موجود تحت. علشان خاطر تجيب اللي تحت فانت محتاج توسع دول وتبدا تطلع. نفس الفكره في عقلك. عقلك لما يكون شغال بيفكر في اكثر من حاجه، في 60 فكره و60 تفكير و60 حاجه بيفكر فيها، وهعمل ده ازاي واتحرك ازاي وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، تبص تلاقي نفسك ان انت مش عارف تفكر. نفس الفكره بتحصل في الامتحانات. انا ليه بفكرك بالامتحان؟ لانه اكتر حاجه بتحصل في لحظه الامتحان نفسه هي فكره التفكير. تمام؟ ازاي بقى؟ تبص تلاقي نفسك انت دخلت، المراقب راح بدا ان هو يوزع الورق بتاع الاجابات، بدات تسطر، وانت وشغال بتسطر تبص تلاقي في واحد شغال ماسك المسطره والقلم وشغال بيسطر حرف نص اللي هو بالسحتوت، تمام؟ وانت يا عيني جايب معاك قلم جاف وقلم رصاص ومش معاك مسطره مثلا ولا بتاع ايا كان، فتبص تلاقي نفسك شغال بتفكر في الجزئيه ديت. جات لك ورقه الاسئله، اول ما جت ورقه الاسئله، مع ان انت سايب المراجعه بتاعتك على الباب بالظبط وراجعت 3 4 15 مره، تبص تلاقي نفسك ان انت ايه، جيت دخلت الامتحان، اول ما جيت مسكت الورقه بتاعت الاسئله مش فاكر حاجه، انتهت. ولو فاكر حاجه فانت فاكر في النص، فاكر موقف في النص، مش عارف تفتكر الموضوع كامل. فتبص تلاقي نفسك اللي هو دماغك عطلت. ليه بقى؟ لان دماغك عطلت في اللحظه دي، لان حضرتك شغال بتفكر في الشغل، بتفكر في المراقب اللي شغال رايح جاي، بتفكر في زميلك اللي بدا اجابات بدري، بتفكر في زميلك اللي قدامك اللي انت ممكن تكون مظبط معاه اصلا طريقه للغش، اللي هو اقول لك الحمد لله اذا الاجابه صح، اقول لك استغفر الله اذا الاجابه غلط. فتبص تلاقي نفسك شغال بايه؟ بتفكر في حاجات كتير جدا الا حاجه واحده بس هي الاجابه بتاعتك. هقول لكم على موقف انا مش فخور بيه بس حصل معايا ودي النتائج بتاعته. في مره كنت داخل الامتحان بتاعي الفيزياء، تمام؟ فكنت ايه، بص قرفان من الفيزياء ومش احسن حاجه، انا كنت علمي علوم وانا مش احسن حاجه في الفيزياء وفليمنج لليد اليمنى مش عارف ولا اليسرى، واعمل مش عارف ايه، كانت حاجات كتيره وكانت صعبه جدا، يعني انا بالنسبه لي كنت بكرهها جدا. المهم فتبص تلاقي ايه، جيت رحت عملت برشام. اوعى حد يقول لحد، ده سر بيني ما بينكم وبين الكوكب اللي حوالينا. المهم رحت عملت برشام. علشان خاطر اعمل البرشام فكنت بعمل ايه، اجيب ورقه صغيره خالص واروح اكتب ايه بالراحه خالص كده، صغيره حته صغيره، اكتب حته صغيره حته صغيره، تمام؟ اكتب الخص اللي انا عايزه في حتت صغيره، وانا بلخص زي كده فتيجي ايدي تغلط، فلما اجي اغلط اروح اقطع الورقه واكتب من اول وجديد. خلاص انا ما عنديش مساحه غير قد كده اكتب فيها اجابات حاجات مهمه بالنسبه لي. فقعدت اكتب واقطع، اكتب واقطع، مصر كلها عرفت. تمام؟ انا قلت كده والله يا حسن نور اللايف تمام. فتبص تلاقي ان انت شغال انا كهشام يعني كنت شغال بكتب وبقطع، اكتب واقطع لغايه ما الحمد لله خلصت كله، ورحت عبيت فيو بي من قدام ومن ورا، ودخلت اللجنه ما حدش واخد لي باله. واول ما دخلت اللجنه رحت قعدت اكتب الاجابات على الديسك بتاعي علشان خاطر ايه، اعمل ورق كده، خلاص شفت مش عارف ايه. المهم قعدت اجهز في كل طرق الغش، اتفقنا؟ وظبطت مع صاحبي اللي ورايا واللي قدامي، ولما انده عليك يا اسطى اوعى تخلى بيا، ده انا صاحبك وحبيبك ونفس الحروف مع بعض، والله العظيم كان فيلم. المهم بس فجيت دخلت هات الورق، سطرت ومش عارف ايه، وانا بسطر خايف ليه، علشان خاطر لو جه المراقب وبص وشاف الورق اللي انا الديسك بتاعي كاتب عليه بالسلامه انت.
مهم قعدت اخبيه وشغال بسطر، لو هو جه فاروح اكمل كاني لسه بكمل تسطير. فخلصت، بعد ما خلصت رحت عملت ايه؟ جاي عايز احل. فكل ما اجي اعمل للورقه كده شغال براقب انا اللي براقب المراقب. يعني لك ان تتخيل المدرس المراقب اللي عليك انت اللي بتراقبه، ثانويه عامه فانت اللي بتراقبه. فاول بس ما يعمل راسه كده مش حاجه، تمام؟ اول بس ما يودش الناحيه الثانيه فانت شغال بتشيل، اول ما تشيل زي كده تلاقي فترجع تاني. فانت من كتر ما انت شغال بتفكر في الحاجات اللي انت بتغش فيها فانت مش قادر. مهم جيت في النهايه رحت قلت له ايه؟ قلت له انا استاذنك بس انا مش قادر، انا مستاذنك ثانيه. راح جالي قلت له بص انا مش قادر. رحت حطيت ايدي في جيوبي وقعدت اطلع له في ايه؟ في البرشام اللي انا حاطه، قعدت اطلع من هنا واطلع من هنا. قلت له مش قادر. راح قال لي اعمل لك محضر. قلت له والله انا اللي مسلمها لك بايدي. راح قال لي خلاص قوم غير لي الدنيا. كل ده جيزه كده اللي هو ها تعالى هشام حل. زمايلي اللي حواليا بعدني عنهم وفي ناس طلعت عدى نص الوقت، زمايلي اللي حواليا طلعوا، تعالى بقى نحل. رحت ايه؟ قلت خلاص اكتب اللي عارفه واللي مش عارفه خلاص. اول ما قلت الجمله دي خلي بالك ان انت هنا بتعمل ايه؟ انا جيت هنا المعلومات اللي انا عايزها هنا. رحت قلت ايه؟ بص هكتب اللي انا عارفه واللي مش عارفه خلاص. رحت فرشت المعلومات اللي عندي كلها، تمام؟ هوب امسك اكتب اي حاجه بتجيب لك الباقي، وتبص تلاقي نفسك ان انت في النهايه قدرت ان انت تحل الامتحان كله. وده اللي حصل معايا. الاوفر ثينكينج اللي كان موجود عندي في لحظه الامتحان ان انا بفكر في المراقب، بفكر في زميلي اللي هو مش راضي يغششني، او اللي هو عارف معلومه ما قاليش، على الشخص اللي قام من جنبي، الشخص اللي اتحرك مش عارف ايه. تفكيري في كل حاجه من دول يخليك تنسى الحاجه الاساسيه وهي المعلومه، وازاي ان انت تطلع المعلومه. ففكره التشتت الذهني، انت لو عندك الاوفر ثينكينج هتبص تلاقي نفسك ان انت بتنسى كتير، لان عندك كم من المعلومات الكتير على عقلك. فتبص تلاقي نفسك ان انت ايه؟ عندي حاجات كتير، فانت بتفكر في ده شويه وده شويه وده شويه. انا افتكر اللايف ده، لا مش اللايف، ان شاء الله يوم الاحد هنبدا الكورس هاو تو كنترول يور لايف. يوم الاحد يوم الاحد الساعه 7، مش عارف والله مش فاكر الوقت. انا عايز اقول لكم ان النهارده بس تم تذكيري بميعاد التدريب 3 مرات. النهارده بس تم تذكيري بميعاد التدريب 3 مرات والله العظيم. فلك ان تتخيل ان انا بيتم تذكيري بميعاد التدريب 3 مرات. ده ليه؟ علشان خاطر انا دماغي شغاله بتفكر في اكتر من حاجه. فاللي هو هعمل ايه يوم الاحد مع الشباب في التدريب مش عارف كذا، اللي بيعمل لي لفات والله اهو والله العظيم اهو، فاهم؟ فاللي هو هعمل ايه مع الشباب يوم الاحد؟ طب انا هعمل ايه مش عارف موضوع العمليه، هعمل ايه مع قرايبي اللي موجودين بره، هعمل ايه مش عارف مع كذا، هعمل ايه مع كذا. فشغال بفكر في 60 حاجه، فتبص تلاقي نفسك دماغك مش جايباك. اتفقنا؟ بالتالي مهم جدا ان انت تعرف تقلل الاوفر ثينكينج ده علشان خاطر تقدر تفتكر كل حاجه انت عايز تعرفها. وده فكره التشتت الذهني، ذهنك بيتشتت فمش بيفتكر، فالمعلومات تتلخبط، المعلومات تتوه، ممكن تلاقي الاحداث دخلت في بعض. ليه؟ ده دليل على التشتت. خلي بالك من الجزئيه دي، انت في حاجات هتدخل في بعض. اذا يبقى احنا قلنا ايه؟ قلنا 1 الارهاق العقلي، 2 الارق وصعوبه النوم، 3 القلق والتوتر الزايد، لان القلق والتوتر في عادي وفي زايد. اتفقنا؟ فاحنا بنقول اللي هو الزايد. رقم 4 التشتت الذهني، رقم 5 صعوبه اتخاذ القرار. بص بقى، الشخص اللي عنده الاوفر ثينكينج ده بيحط 60 سيناريو للموضوع اللي هو هيتكلم فيه. اتفقنا؟ يعني مثلا انا هطلع النهارده لايف وعندي قرايبي بره. يا ترى قرايبي اللي موجودين بره هستأذن منهم ان انا هدخل جوه، هل ينفع ان انا استأذن منهم؟ طب ما ينفعش، طب مين هيزعل مين مش هيزعل، طب اقولها ازاي، طب هعملها ازاي، مش عارف ايه. فشغال بفكر في 60 حاجه. دلوقتي انا بتكلم معاكم، نوران رجب دخلت وهناء دخلت مش عارف ايه، فانا بقول ان هم دلوقتي بيتفرجوا عليا وهم موجودين بره، فدي فضايح، هم موجودين بره بيتفرجوا عليا. فانا شغال بفكر في اللايف في اكتر من حاجه. فعارف اللي هو لو انا عندي التفكير زايد في الجزئيه ديت وعايز اخد قرار في حاجه معينه، ممكن الموضوع يبقى صعب. انا هدي لك مثال. لو انت مثلا عايز تدخل علمي وعايز تدخل ادبي وقعدت تبني سيناريوهات كتير هنا وسيناريوهات كتير هنا، هتبص تلاقي نفسك من كتر السيناريوهات انت مش عارف تاخد قرار معين. عارف اللي هو انت متذبذب ما بين القرار ده وما بين القرار ده. يا ترى اسيب الشغل ولا ما اسيبش الشغل؟ يا ترى اعمل كذا ولا ما اعملش كذا؟ يا ترى مش عارف كذا يا اعمل كذا؟ تلاقي نفسك مش عارف تاخد قرار لان انت عقلك شغال بيفكر في 60 سيناريو، وكل سيناريو ليه توابع بتاعته وهكذا. اوكي؟ في كل سيناريو هتلاقي ان في توابع للسيناريو ده. خلينا بعد ما خلصنا الاجزاء بتاعه الاعراض بتاعه التفكير المفرط او الاوفر ثينكينج، قول لي انت عندك كام عرض منهم لغايه ما انا هخش للنقطه اللي بعدها. اثناء ما انا اجي اخش النقطه اللي بعدها قول لي انت عندك كام عرض منهم.
احنا قلنا ان هم كام؟ 5. شوفوا قيم نفسك. رقم 1 الارهاق العقلي، 2 الارق وصعوبه النوم، 3 التوتر والقلق الزايد، 4 التشتت الذهني، 5 صعوبه اتخاذ القرارات. ها، عندك كام واحده؟ ابدا اكتب لي دوت وايه نشوف مين تاني دخل في اي تعليق. احمد بيقول او ممكن لما تعرض في التي او تي. حقيقي انا ممكن لما اكون بعرض في التي او تي تبص تلاقي نفسك شغال بتفكر في الشخص اللي بيقيمني، المدرب اللي بيقيمني، سواء كان دكتور حسين، دكتور هيام، او مستر هشام، شغال بيقيمني فبفكر في التقييم بتاعه، زمايلي اللي بيبصوا لي حواليا، الناس اللي بتركز معايا ومش عارف ايه. فانا بفكر في اكتر من حاجه، فيا ترى انا هيوصل معايا الحل ايه؟ فاهم؟ فده فكره اللي هو موضوع ارهاق جدا وانت شغال بتفكر في 60 حاجه، فدوت ممكن يخليك تغلط كتير. على فكره الاوفر ثينكينج يخليك تغلط كتير، ما يخليكش تمشي صح. مش العكس، مش اللي هو تفتكر ان انا عشان خاطر شخص بعمل اوفر ثينكينج، ده الشخص اللي بيعرف يتحكم في التفكير المفرط بتاعه، هيعرف يستخدمها كويس. ولكن في ناس عارف اللي هو في البلحله القله، انت ضايع يا ابني، انت ضايع ليه؟ انا عندي مشاكل كتير في ده وفي ده وفي ده وفي ده وفي ده، فانا مش عارف اتحرك، مش عارف اخد قرار، مش عارف انام، مش عارف ابطل القلق اللي عندي، يعني بنسى وبتشتت في ذهني ومش عارف كذا. فده جزء مهم جدا لازم تخلي بالك منه. حسن بيقول ممكن 2. حلو. استاذه اميره 5. انا متاكد ان انت عندك كتير يا استاذه اميره، انا متاكد ان انت عندك فوق ال 50%، والله العظيم بجد. استاذه ريهام بتقول كلهم، يا لهوي. استاذه بسمه كلهم. احمد محمود 3. حلو ماشي. استاذه مس نور بتقول 2. طيب حلو، يعني ارقام متفاوته. تمام، ارقام متفاوته. بص انا حاسس الناس اللي هي بتقول 5 ده انت جايب النهائيه، فاللي هو كونجراتيليشن، انت جايب كده 5 من 5. تمام. فدي اعراض التفكير المفرط او الاوفر ثينكينج، دي الاعراض اللي هي ممكن تكون ظاهره عليك فتعرف ان انت عندك الاوفر ثينكينج. طيب لو انا عايز اعرف ايه السبب اللي خلاني اوصل لفكره التفكير المفرط، ايه السبب اللي خلاني بفكر زياده عن اللزوم، ايه السبب اللي خلاني ان انا عارف لو شغال بفكر في الحاجه اكتر من مره. لو خدنا بالنا من شويه ان انا لما كنت قلقان، انا ظهر عليا القلق والتوتر واللي هو بعرق ومش قادر وشغال مش عارف ايه، فرقم واحد عندك من الاسباب انك بتكون قلقان. يعني القلق هنا انت عندك من الاسباب وفي الاعراض. يعني انت لو عندك القلق اللي هو بالتفكير عندك، او ان انت شغال بتعرق، ان انت مش عارف تتكلم، ان انت مش عارف كذا، ان انت شغال بتفكر في 60 حاجه، فدوت من الاعراض وكمان من الاسباب. السبب الاساسي للتفكير المفرط ان انت قلقان. القلق هنا ان انت مش عارف الحاجه دي هتنفع ولا مش هتنفع. تمام، او عارف اللي هو انا عارف انها هتنفع بس مش عارف هتنفع بنسبه قد ايه. يعني عارف اللي هو مش عارف هتنفع معايا ب 100% ولا 50% ولا 20%، انا مش عارف. تمام، فانت قلقان ومتوتر جدا انها ما تبقاش ناجحه. فانت عندك القلق والتوتر، فده رقم واحد. رقم 2 ودي مصيبه، دي مصيبه حرفيا، كارثه. لما يكون عندك فكره ان انت خايف من الفشل فدي مصيبه. فرقم 2 عندي، اكتب كده عندك في الورقه والقلم بتوعك رقم 2، وهي ان انت خايف من الفشل. خوفك من الفشل يخليك ان انت تفشل. زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، فكره ان انت خايف ان انت تفشل، فلما تخاف ان انت تفشل فانت تبص تلاقي نفسك بتفشل. ليه؟ انا خايف ان انا افشل، فتبص تلاقي نفسك مثلا غلطت غلط، لان انت عايز تركز ان كل حاجه تطلع بنسبه 100%. مفيش حد بيعمل حاجه بتطلع معاه بنسبه 100%. اوكي، فانا خايف ان انا افشل، فجيت فشلت، ففشلي دوت او غلطت الغلطه ديت انا بفكر فيها، فتفكيري الغلطه ديت بدا يخليني ان انا ازود عندي ان انا لا انا خايف، انا عايز الموضوع ينجح، فتغلط تاني، فغلطتك الثانيه تلاقيك ان انت بتغلط تاني، شغال بتفكر في الغلط. شكرا، انت كده بتزود عندك في نسبه الغلط لانك بتفكر في الغلط الاولاني. خلاص، يعني عارف اللي هو تصالح مع نفسك ان الانسان خطأ، عادي ممكن اغلط ممكن اكمل. فاذا لو انت جيت غلط عديها، بلاش تدور على الكمال. في مشكله كده عند اغلب الناس، بحب لما اعمل الحاجه تطلع على اكمل وجه، لو فيها غلطه مش حلو. لو الحاجه ديت مثلا لو ما طلعتش بيرفكت دي فيها مشكله. لو مش عارف حصل خلل صغير في الحاجه بتاعتي اللي انا بقدمها فيها مشكله. تمام، يعني انا دلوقتي السماعه بتاعتي فصلت، فعارف اللي هو يا لهوي السماعه فصلت ومش عارف ايه، فاللي هو ايه الدنيا مش هتبقى احسن حاجه، مش هسمع صوتي اللي شغال مثلا اللي طالع من اللاب اللي بتابع منه ان الصوت بتاعي شغال كويس ولا مش شغال كويس. فاللي هو انت دلوقتي قلقان من الموضوع، بس عادي
تقبل ان انت ممكن حاجه تطلع غلط، تقبل ان ممكن حاجه تطلع مش احسن حاجه. تقبلك للوضع ده هيخليك ان انت عادي. كنت بدلت السماعه دي بالسماعه دي، شكر الله سعيك، ايه المشكله؟ خلصنا. عارف، لا ولو ما اشتغلتش السماعه دي وهيبين انها مش شغاله، تمام، لسه مش عايز اوصلها، مش عارف اكمل معاك التدريب، او هتلاقيني ان انا اقول لك معلش طب ممكن ثانيه بس اروح اغير الاعدادات بتاعتها واروح اعمل لها كونكت ومش عارف ايه. طب الشويه اللي انا هعمل فيهم كونكت دول كان زماني قاعد معاك بتكلم معاك وبدي لك معلومه ثانيه، فخلاص مش لازم. المايك فصل، تمام، الصوت كده راح صح كده، رجع تاني. السماعه فصلت دلوقتي المايك فصل عادي يعني، ايه القضيه؟ اوكي، فالسماعه فصلت والمايك فصل. رجع تاني سمعت. عندي هنا فكره ان ايه، عادي انت لو خدت الموضوع ببساطه عادي يعني، ايه المشكله؟ ولكن تعالى خد الموضوع كده بتوتر وقلق وان في مشكله واللي هو مش عارف ايه، هتبص تلاقي نفسك ان انت شغال بتحسب لها 60 حسبه غلط، وهتلاقي نفسك اللي هو متوتر وقلقان، فانت تفكيرك في كل حاجه ان ده باظت مش عارف ايه وايه وايه وايه، يخليك تبوظ حياتك اكتر. فاذا انا ما افكرش في الحاجه بالشكل ده، ما افكرش في الموضوع بالشكل ده، بلاش ان انا ادور على الكمال، عادي ان انا اغلط. والله العظيم اكتر حاجه بقولها للشباب في الكورس هاو تو كنترول لايف، يا عم انت بني ادم، انت بني ادم هتغلط، بس المهم من ان انت تغلط ان انت تتعلم من الغلط بتاعك. فاذا بطل تدور على الكمال، الكمال لله وحده. فركز كويس جدا ان انت تركز في حياتك، تركز في التعديل، تركز في التحسين، انك تحسن من شخصيتك. انا مش احسن حد في الكون، وانا مش بيرفكت، ولا بعرف اعمل كل حاجه، ولا بطلع، ولا معدي السبع قارات، ولا مش عارف كذا عادي. دي مش قضيه. ليه بقى؟ علشان خاطر انت هنا لو قعدت تفكر نفسك ان انت عايز توصل للمرحله دي عمرك ما توصل لها، فتتضايق، فتبص تلاقي نفسك ان انت بتهبط بالاداء بتاعك. عادي يا عم، حاجه باظت زي الفل، ها ايه الحل البديل بتاعها؟ طب لو مفيش حل بديل اقول لكم والله العظيم هقفل اللايف وارجع لكم مره ثانيه. فاذا انا المفروض بالنسبه لي لما اجي اوصل عند الحته بتاعت او اللي هي رقم اثنين، الخوف من الفشل، ما خافش من الفشل. دكتوره هيام كانت اول ماده تدريبيه تحضرها وهي متعه الفشل. بتقول لك ان الفشل مش حاجه سلبيه، الفشل لو انت بدات تفشل مع كل مره تفشل فيها توصل لحاجه جديده. انا كهشام لما جيت اتعلمت المونتاج مثلا او التصوير او تصميم المواقع، لما جيت اتعلمتها ازاي؟ من على اليوتيوب، اخش اتعلم حاجه، ارجع على الجهاز ابدا اشوف الحاجه ديت واعمل الخطوات بتاعتها 1 2 3 4. اجي مثلا في باترن هنا او في اداه او في تولز هنا استخدمها، فاجي اضغط عليها عشان استخدمها الاقيها لا مش بتمشي زي ما هم قالوا. يبقى دي انا ضغطت في مكان غلط، فتعلمت ان دي بتستخدم في حاجه تانية، واتعلمت الحاجه التانية لما قعدت ادور لقيتها، فانا اتعلمت معلومتين. اكتر حاجه هتتعلم بيها في حياتك هي الفشل. كل مره والله العظيم اقسم بالله الحاجات اللي انت، احفظ الجمله دي، احفظ الجمله دي، الحاجات اللي اتعلمتها او الحاجات او الحاجه اللي انت فشلت فيها بتبقى درس محفوظ جوه عقلك احسن 100 مره، احسن 100 مره حرفيا 100 مره من الحاجات اللي طلعت لقيت نفسك بتعرف تعملها. فده هتلاقيه تحفه تحفه جدا. اذا ما تخافش من الفشل، الفشل ما هي الا مرحله عشان خاطر توصل لنجاح. اكتب كده المعادله دي، دكتوره هام كانت بتقولها دايما، مش عارف انا هحاول اكتبها لكم ويا رب تشوفوها. اكتب بس كده معايا في الورقه والقلم بتاعك اللي هو فشل زائد استمرار، تمام، يساوي، ها،
ناجح. فشل زائد استسلام يساوي ايه؟ فاشل. تعالى كده، دي المعادله كانت دايما تقولها الدكتوره هام. فشل زائد استمرار يساوي ناجح. طبعا خطي في ذمه الله، فنروح نعمل ايه؟ نكتب هاشتاج. ايوه انا سمعتك اللي انت قلتها من غير ما تقولها. تمام، هاشتاج تخيل. تمام، فشل زائد استمرار بيساوي ناجح. فشل زائد استسلام بيساوي فاشل. طيب تعالى كده نشيل من المعادله الحاجات اللي هي زي بعض، زي كلمه فشل. تمام، فشل في الجانبين هنا، فده هنا نشيلهم. اتفقنا؟ نيجي هنا لايه؟ استمرار ناجح، استسلام فاشل. تعالى كده هنا هنشيل الاست، تمام، الالف س ت، ونشيل الالف س ت، هتبقى ايه؟ مرار يساوي نجاح، استسلام سلام يساوي فشل. فاذا يبقى فشل زائد مجموعه من المرار هتكون عندك شخصيه ناجحه، او تكون شخص ناجح. فشل زائد استسلام، لو شلنا الاستسلام هتبقى سلام، هتبص هتلاقي نفسك ايه؟ هتتحول لشخص فاشل. ليه؟ في حته كده اسمها الكومفورت زون اللي احنا اغلب الناس بتدخل فيها. لو انت مثلا في مخاطره ممكن تعملها، والمخاطره دي هتدخل لك مثلا 10000 جنيه، فتبص تلاقي في ناس تقول لك ايه؟ يقول لك لا يا عم انا مش عايز اخدها. اوكي، فتبص تلاقي ان في واحد يقول لك ايه؟ لا يا عم انا مش عايز اخد الحاجه دي. طيب ليه يا عم؟ طب اتحرك وحاول تاخدها و اقول لك لا لا لا، مش ممكن ما تنجحش معايا. طيب مش عارف كذا، لا يا عم ممكن تضيع مني مش عارف كذا. طيب هنا بقى انت بتحاول مع ان انت تتوقع، ولازم تتوقع ده المرار هتوصل لشخص ناجح. طيب تعالى كده، مين ياخد الورقه دي؟ انا عايز حد يعني مين ياخد الورقه دي؟ واكتب لي نسبه ان انت عايز تاخدها. اكتب لي عايز تاخدها بنسبه قد ايه؟ كام في الميه؟ مين ياخد الورقه دي؟ لا انا مستني منكم اجابات بجد، انا مستني منكم اجابات. مين ياخد الورقه دي؟ استاذه بسمه بتقول انا. ماشي، بنسبه قد ايه يا مس بسمه؟ بنسبه قد ايه؟ مين ياخد الورقه دي؟ ادي واحد عندنا مس بسمه بتقول انا اخدها. استاذه منار بتقول فيها فلوس. لا ورقه فاضيه يعني ما فيهاش فلوس. تمام، لا اصل متعودين اللي بيحضر معايا دايما بياخد فلوس، فلا لا دي ما فيهاش فلوس. 90% حلو جدا. ماشي، مين تاني ياخدها؟ استاذه اميره بنسبه قد ايه؟ منى اسماعيل. مش على فكره يعني خليني افضح منى اسماعيل. منى اسماعيل كانت موجوده معايا في دفعه برنامج التي او تي في 2014 او 15. 2014 تقريبا كنا في نفس دفعه برنامج التي او تي يعني، ف شركه النجاح يعني. تمام، فماشي، مين ياخد الورقه دي تاني؟ انا اعد لغايه 10 بعد كده هلغي اي حد قال انه مش عايز ياخدها. 1 2 مش هفضح اكتر كده، اكتر من كده يا منى ما تقلقش. طيب 1 2 3 4 5 6 7 8. استاذه منار كده 3 9 10. بص كده، كل اللي دخل وقال انا، انت اخدت كورس مجاني. هبه عبد الحميد 100%. احمد انا. دلوقتي كتبت ولا كتبت من بدري؟ عشان خاطر بس نبقى متفقين يعني. انا حاسس ان انتوا كتبتوا بعد ما شفتوها، بس ماشي احنا نقف لغايه هنا. استاذه اميره، احمد محمود، هبه عبد الحميد، منار، مين تاني؟ بسمه ربيع. تمام، لا بعد ايه منا؟ خلاص انتهت. اوكي، كل الناس اللي هي قالت انت اخدت كورس مجاني، اقسم بالله قبل. تمام، صدق والله صدق. تمام، كل الناس اللي هي قالت انا، انت اخدت كورس مجاني تكلفته 500 جنيه، يعني انت كده اخدت هديه بتكلفه 500 جنيه. كل الناس اللي هي قالت ان هي عايزه تاخدها. تمام، فانت ليك كورس مجاني بخصم 500 جنيه. ابعت لي رساله على الخاص علشان خاطر تاخد الكورس.
اللهم بلغت اللهم فشل. هبدا الكورس ده ان شاء الله خلال شهر 10 نص 10، يعني 10 يا اما 15 10. اتفقنا؟ دي للناس اللي هي قالت انا بس، الناس اللي هي قالت انا بس، الناس اللي هي زي استاذه اميره، احمد محمود، هبه عبد الحميد، منار، و بسمه ربيع. اوكي، فدول اخذوا كورس مجاني تكلفته 500 جنيه. طيب اللي انا عملته دلوقتي معاكم ايه؟ اللي انا عملته معاكم دلوقتي ايه؟ هي فكره ان انا عايز اشوف هل انت مستعد ان انت تخاطر ولا لا. يا سيدي المخاطره مش وحشه، وده اللي انا عايز اقوله لك، ان انت حتى لو جيت خاطرت مثلا وقلت انا، اوكي، لو انت جيت قلت انا هتخسر ايه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. لان في 3 انواع من البشر بيحصل معاهم الاختبار دوت، وده عملته قبل كده في الاقصر لما كنت بدي تدريب، كان حاضر فيه رئيس الجامعه ومحافظ الاقصر وكان مجموعه من الطلبه. فكنت بدي التدريب دوت، رحت عملت ايه؟ طلعت 200 جنيه من المحفظه وقلت مين ياخد ال 200 جنيه دي؟ كان في 3 انواع من الناس زي ما حصل دلوقتي مع حضراتكم. في 3 انواع. النوع الاول اللي هو بدا يقول ايه؟ انا عايزها من غير ما يتحرك من مكانه. نوع رقم 2 ده اللي بدا ان هو يعمل ايه؟ بدا يقول لك على اساس ان هو يديها لي ال 200 جنيه، تمام، وحط ايده على خده واتريق، واللي هو خلاص يعني هو مش هيديني 200 جنيه. النوع الثالث، وده كان واحد بس من ضمن حوالي 1000 طالب، حوالي 1000 طالب، كان واحد بس اللي عمل كده. جه من اخر القاعه جاي جري، راح طلع على الستيج وراح عامل ايه؟ ساحب الورقه، ساحب ال 200 جنيه، راح قال ايه؟ انا اخد ال 200 جنيه. وهنا كان اسهل 200 جنيه اخدها، وده اللي حصل مع حضراتكم. دي اسهل 500 جنيه دفعت بيها واستثمرت بيها في كورس. فده اللي انا عايز اقوله لك، انت حتى لو خاطرت مش هتخسر كتير، مش هتخسر كتير. عارف امتى ما تخاطرش؟ لو كانت هتودي بحياتك حاجه هتموتك. طالما انت لسه عايش فانت لسه ربنا كاتب لك عمر جديد، كاتب لك يوم جديد تبدا تحاول فيه في حاجه مختلفه. اما بقى فكره ان انت تقعد خايف من الفشل، وخايف ان انت ما تنجحش، وخايف ان الحياه تبقى صعبه عليك، وخايف وان انت ما تكونش واصل للكمال، وان انت مش هتوصل مش عارف كذا، لا، لو انت خايف مش هتحرك مكانك، اقسم لك بالله مش هتحرك مكانك. طيب ايه تاني من اسباب الظهور الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط؟ رقم 3 وهو الصدمات النفسيه. الصدمات النفسيه واحده من الحاجات اللي بتخلي الناس مش عندها ثقه بالناس اللي حواليها. مش عندي ثقه بالناس اللي حواليا. مثلا انا من كتر صدمتي في الناس اللي مش كهشام، انا بدي مثال مش انا، تمام؟ صدمت في الناس اللي حواليا، فبدات ان انا مش واثق في حد، فبدات ان انا دايما هفكر ده بيكلمني عايز مني ايه؟ حد جاي بيقول لي صباح الخير اكيد عايز مني حاجه، حد جاي بيتودد ليا او بيكلمني بشكل حلو فيقول ده اكيد عايز مصلحه، في مصلحه طالعه في النص، مش عارف كذا، فشغال في تفكير مفرط من جانب ان شخص بس بيسلم عليه. ده لك ان تتخيل. بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك عامل ايه وحشني، ده شكله عايز حاجه. ليه يا جدع؟ ما انت ممكن يكون الشخص دوت بيكلمك بيحبك لله في لله. يعني انا في ناس كتير والله العظيم بقول له انا بحبك في الله، ولو قلت لك انا بحبك في الله اذا انا لا عايز منك مصلحه ولا عايز اي حاجه، وعايز تعرف، وده السؤال اللي هو كان اول سؤال جاوبنا عليه في الصراحه، عايز تعرف انا بحبك في الله ولا انا بحبك عشان خاطر المصلحه؟ شيل مني الحاجه الحلوه اللي انت بتعملها لي وشوف طريقه التعامل بتاعتي، هل اختلفت ولا زي ما هي؟ هتلاقيها زي ما هي، زي الفل. معنى كده ان انا مش بتقرب ليك علشان خاطر مصلحه، معنى كده ان انا بحبك في الله، والحب في الله ده اعظم انواع الحب. معنى كده ان انا بحبك، مش عايز منك حاجه ولا انت عايز مني حاجه، كل الفكره ان انا بحبك لشخصك، لانك انسان بس مش اكتر. اتفقنا؟ فاذا الصدمات النفسيه، انا دايما في جزئيه كده بنقولها، بنقول ان الانسان بيتعلم بطريقتين، او الانسان بيتغير. التغيير اللي بيحصل في حياه الانسان بيحصل بشكلين. اول حاجه وهي ان هو ممكن يتغير بالتعلم. يعني ايه بالتعلم؟ انا لاحظت ان انا مثلا بتكلم مع الناس كتير وبحكي مع الناس كتير، ودوت بيخليني ان انا مش احسن حاجه ولا الطف حاجه، فحكاوي بتاعتي اللي بعملها مع الناس بشكل كتير ده بيخليني ان انا اغلط دايما وبقول لهم اسراري و فبقيت متضايق من الحته دي، فبدات ان انا اغيرها شويه شويه، بدات اتعلم ان انا اقلل كلامي شويه شويه، وده نوع من انواع التغيير، التعلم. طيب النوع الثاني، حلو، تعالى كده نمسك النوع الثاني لان ده اللي احنا نشتغل فيه، الصدمه. ان انا يحصل معايا صدمه، الصدمه دي اللي هتخليني اتغير. ليه الصدمه هتخليني اتغير؟ لاني انا هنا حصل معايا موقف صعب يخليني اتغير 180 درجه بشكل قوي، بشكل عنيف. مثلا عندي حد بيتعامل مع الناس بحسن نيه قوي، وبيتعامل مع الناس بطيبه قوي، وفاكر ان كل الناس هتعامله زي ما هو بيعاملهم،
وشغال بيتكلم معاهم وبيهزر معاهم وبيضحك معاهم و وفاكر ان الناس دي اول ما هيقع في دقيقه اول ناس هيلاقيها هي الناس دي. هوب، لظرف ما عند الشخص ده او لعدم وجود ظرف ايا كان اللي حصل، ما وقفش معاه في وقت زنقه. موقف صدمه كبيره جدا لواحد كان فاكر ان هو صديق الصدوق واعظم انسان في الدنيا وده اللي هيقف معايا في كل حاجه صعبه و هوب ما لقوش. يحصل له ايه؟ صدمه. فتبص تلاقي ان الشخص دوت في عنده تراست ايشو، عنده انعدام للثقه، في كده مشاكل في الثقه ما بينه وما بين الناس، مش بيثق في اي حد، مش بيعرف ان هو اي حد يتكلم معاه يخليه قريب منه. فتبص تلاقي الموضوع بالنسبه له صعب. هنا ده حصل ليه؟ لان في صدمه فيتحول 180 درجه بقوه. التغيير اللي هو بيكون بالتعلم فبيحصل تدريجي لغايه ما يوصل للمرحله ان هو اتعلم يعرف يوازن الامور. اما الصدمه بيحصل الموضوع تغير قوي لغايه ما يبدا يكتشف ان هو التغير ده حصل معاه بقوه فيهدى شويه بشويه. اتفقنا؟ فده فكره التعلم والتغير، التغيير اللي بيحصل معاك. فنوع من انواع الاوفر ثينكينج او مش نوع من انواع، واحد من الاسباب اللي بتخلي الشخص يتحول لشخص عنده اوفر ثينكينج هي فكره الصدمه اللي بيتعرض ليها، الصدمه اللي بيتعرض بيها نفسيا من الناس اللي حواليه. فتبص تلاقي ان تعرضه للصدمه يحوله لواحد بيفكر في الموضوع، يفكر في الحاجه، يفكر في التصرف، يفكر في التفكير في الكلام، يفكر في رد فعله 60 مره قبل ما يعمل رد الفعل ده. اتفقنا؟ فده واحده من انواع. قبل ما ادخل على الانواع الثانيه، في حد بيقول انا من كتر ما انا بتعامل بكل نيه صافيه كنت بستنى من الناس كده، فلما بلاقي عكس ده بقيت مش بثق في الناس انهم عندهم نفس النيه بتاعتي. يا سلام، لسه كنت بتكلم في الجزئيه دي، لسه بقول انا تقريبا كنت بحكي قصه حياتك. تمام؟ فتقريبا انا بعمل كده، بس لا، هو انا ده حقيقي، ده حقيقي ان انت تبص تلاقي نفسك ان انت لا انا مش هثق في الناس. ليه مش هتثق في الناس؟ اصلا انا بتعامل مع الناس بحسن نيه، هوب الناس مش بتتعامل معايا بالحسن نيه اللي انا بتعامل بيها، الناس مش بتتكلم زي ما انا بتكلم معاها، فلا انا في مشكله. اتفقنا؟ فده اللي حصل معاكي يا استاذه الاء. استاذه امل بتقول معظم الناس بقت كده، لو محتاج حاجه بتتقرب عشان كده بنعمم. ودي مشكله بقى. وده على فكره لو حصل معاكي لانك انت شفتي مواقف حصلت قدامك او حصلت معاكي فخلاكي عندك برضه التراست ايشو اللي هو معظم الناس. لا على فكره مش معظم الناس ولا اي حاجه. على فكره في ناس كتير ممكن تتعامل معاك مش عايز منك حاجه، وفي ناس كتير على فكره النظام التمثيلي بتاعهم هو البصري، فهو شايف ان ايه عادي يا عم، ما الدنيا كلها مصالح، انا اطلب منك مصلحه وانت تطلب مني مصلحه. الشخص اللي اقول عليه ان هو شخص مصلحنجي ده اللي يعوزني وقت تنفيذ مصلحتي، المصلحه بتاعته انفذ له مصلحه، وانا لما احتاجه ما الاقوش، ده اللي اقول عليه مصلحنجي. لكن واحد بيتبادل معاك المصالح، انا بعمل لك مصلحه وانت تعمل لي مصلحه وانا اعمل معاك مصلحه وانت تعمل لي مصلحه، ده شخص عملي، شخص عملي قوي. فده مش بنقول عليه مصلحنجي، ده بنقول شخص عملي بيعرف يتعامل مع الامور ويعرف يوازن الامور ويعرف اللي هو تعالى يا عم ناخد حقنا في الحته دي بس مش اكتر. اتفقنا؟ فده شخص مش وحش. طيب النقطه اللي بعد كده هي مهمه قوي، واكتب ده، اكتب ده. النقطه اللي بعدها وهي قله الثقه بالنفس. لو انا مش عندي ثقه بالنفس فانا مش هعرف اعمل حاجه. لو انا مش عندي ثقه بالنفس هتبص تلاقي نفسك ان انت عارف اللي هو انت مش عارف تاخد خطوه، مش عارف تاخد قرار، مش عارف تعمل في حاجه، مش عارف تعمل اي حاجه. فانت اللي هو ايه، تيجي تاخد قرار، طب ينفع ولا ما ينفعش؟ طب هعمل فيه ايه؟ فاكرين من شويه كنا بنتكلم عن فكره في الاعراض، قلنا اللي هو عدم اتخاذ قرار، عن القدره على اتخاذ قرار. فده هنا السبب، انا عندي انعدام في الثقه بالنفس، فانا مش واثق اني انا اقدر اعمل حاجه. فمعنى ان انا مش قادر اعمل حاجه دي فاذا لا يا جدع، لا يا جدع انا مش عارف ان انا ممكن اعملها. فتبص تلاقي نفسك مش هتعرف تعملها، فدايما بتفكر طب اعملها ازاي؟ طب اهرب منها ازاي؟ طب ازاي ما اخدش اللود ده عليا؟ ازاي استخبى علشان خاطر ما حدش يشيلني مسؤوليه؟ ازاي مش عارف ايه؟ فانت بتدور على حاجه تستخبى فيها. ليه؟ علشان خاطر انعدامك الثقه بالنفس. فتدويرك ده في حد ذاته اوفر ثينكينج. انت على فكره ممكن يكون الخوف بتاعك ده خوف، على فكره انت خايف، ثقتك بنفسك مش عاليه، فانت خايف، فانت بتفكر اللي هو طب اهرب من ده ازاي؟ عارف لا اهرب ازاي؟
فاذا مهم جدا بالنسبه لك، شكرا على كم القلوب اللي طالعه دي، تمام. انا عاجبني جدا الموضوع ده في الاي او اس، تمام. فهنا مهم جدا بالنسبه لك انك تخلي بالك من النقطه دي، لازم تقوي ثقتك بنفسك. طيب مستر هشام، الثقه بالنفس، وده سؤال يمكن مهم جدا لازم تجاوب عليه انت، وانا هجاوبك عليه برضو، بس انت مهم جدا ان انت تجاوب عليه. هو الثقه بالنفس شيء فطري ولا مكتسب؟ يعني حاجه بتولد بيها، عندي ثقه بالنفس فطريه ولا مكتسب؟ فلو الموضوع دوت هنا فطري ولا مكتسب، فطري بتولد بيه فيبقى عندي ثقه بالنفس وتمام، ولا مكتسب؟ عشان خاطر هنا استاذ علاء بتسال بتقول ازاي اخلي عندي ثقه بالنفس. اوكي، فعايز اقول لك هنا الاجابه ان الثقه بالنفس فطريه ومكتسبه. في بعض الناس بتولد عندها ثقه بالنفس عاليه، وفي بعض الناس الثانيه بتولد عندها ثقه بالنفس اقل، ولكن الاثنين ينفع ان هو يعلي الثقه بالنفس بتاعته او تقل الثقه بالنفس بتاعته. يعني الشخص اللي هو مولود وعنده ثقه بالنفس عاليه، لو هو ثقته بنفسه عاليه وبدات تحصل معاه مواقف، تبص تلاقيه ان هو بدا ايه، الثقه بالنفس بتاعته تقل. نفس الفكره، واحد عنده ثقه بالنفس قليله، مع المواقف تبدا تزيد. المواقف دي بتعمل له ايه؟ المواقف ديت بتعلمه ازاي يكون عنده ثقه بالنفس. طيب ازاي يكون عندي ثقه بالنفس وازاي اتعلم يكون عندي ثقه بالنفس؟ احنا قلنا قبل كده ان احنا هنعمل تدريب، التدريب دوت ازاي يكون عندك ثقه بالنفس مفرطه لدرجه ان الناس ممكن تعمل لك 1000 حساب قبل ما تتكلم معاك، وده اللي ان شاء الله هنعملها في تدريب. قلنا ان احنا هنعملها على زوم، اوكي، وهندخل فيها الناس اللي هي عايزه تدخل. ولكن انا شايف بما ان احنا بنتكلم في لايفات الفتره اللي جايه ان شاء الله كل يوم جمعه، ان شاء الله كل يوم جمعه الساعه 10 هنكون شغالين لايفات. فبما ان احنا شغالين لايفات كل يوم جمعه، فممكن نعملها في لايف بدل ما نعملها برايفت، وفي ناس عايزاها وناس مش عايزاها، والحاجه دي اغلب الناس محتاجاها. ولكن يلا مش خساره فيكم والله، انا كنت عاملها في كورس ليه تكلفه، بس والله ما خساره فيكم. اوكي طيب، فاذا انا هنا اللي عندي الثقه بالنفس فطريه ومكتسبه، واقدر ان انا انميها واقويها. كده كده اصلا احنا مولودين، او اي انسان بيبقى عنده ثقه بالنفس، ولكن النسب بتاعتها متفاوته، في واحد 20% وفي واحد 50% و60 و70 و80 و90%. فاذا انا عندي الثقه بالنفس درجتها قد ايه؟ ويا ترى لو هي قليله هقدر ان انا انميها ازاي وانمي الثقه بالنفس بتاعتي؟ ويا ترى لو هي عاليه ازاي ان انا احافظ عليها وافهم؟ لان انت لو الموضوع عندك فطري، معنى كده ان انت بتعملها باي لك، انت بتعملها بشكل غير واعي. ولكن لو انت هي موجوده عندك بشكل غير واعي وما عرفتش الاسباب بتاعتها اللي خلتك عندك الثقه بالنفس، هتبص تلاقيها في اي لحظه تهبط. ولكن لو انت فهمت الاسباب اللي مخلياك عندك ثقه بالنفس عاليه، هتبص تلاقي ان ايه، بقت متماسكه معاك، تقدر ان انت تستخدمها وقت ما انت محتاجها. فالموضوع هنا بالنسبه لك هيكون متماسك قوي، مش هتنزل الثقه بالنفس بتاعتك مش هتنزل. فده رقم كام؟ قلنا رقم 1 القلق والتوتر، 2 الخوف من الفشل، 3 الصدمه النفسيه، 4 الثقه بالنفس، و5 المشاكل الغير محلوله. يعني مشاكل ملهاش حل. انا بدور على، عندي مشكله مش لاقي لها حل، شغال بدور على مشكله عايز حل مش لاقي حل. وهنا دوت بيخليك ان انت تقعد تفكر كتير، لدرجه ان انت ممكن يكون عندك الارهاق، وممكن يكون عندك الشعور بالارهاق العقلي زي ما قلنا، وان انت مش عارف تنام، والارق والقلق والتوتر والتشتت الذهني، وايه تانية، صعوبه اتخاذ القرارات. اوكي، فدي كلها بتخليك ان انت موجوده عندك لو انت ما حلتش مشاكلك، لو انت مش عندك ثقه بنفس عاليه، لو انت حصلت معاك صدمه فتخليك عندك تراست ايشو، او صدمه ايا كان نوعها، فهيخليك تفكر في الحاجه اكتر من مره عشان ما تقعش في نفس الصدمه مره ثانيه، او ان انت تكون خايف من الفشل، فانت عايز الدنيا كامله متكامله، الدنيا فيها الكمال، والكمال لله وحده، او القلق والتوتر. ودي النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها في اسباب التفكير المفرط، وقلنا الاعراض بتاعتها. طيب الحلول، سلام، عايزين النقطه ديت من بدري، احنا عايزين نحل الموضوع ده. على ذكر الحلول، خلي بالك ان في ناس بتحل غلط، ولكن علشان خاطر اقدر احل فكره الاوفر ثينكينج عندي بشكل جميل، فانت عندك 1 2 3 4 5 6 نقاط لو عملتهم هتبص تلاقي نفسك ان انت قدرت توصل للحلول. وبما ان احنا خلاص وصلنا للحلول، فاعرف ان انت دلوقتي هنبدا ناخد التفصيله او الزتونه او الخلاصه بتاعه الاوفر ثينكينج، ازاي ان انا اقدر احلها. طيب
رقم واحد عندي الاوفر ثينكينج هي عباره عن ايه؟ احنا قلنا هي عباره عن تفكير المفرط في شيء، بفكر فيه زياده عن اللزوم، بفكر فيه بدون وجود حل، فانا شغال بفكر في الحاجه اكتر من مره، وده ممكن يوصلني لاعراض نفسي. فاذا انا هنا لما اجي اوصل للاوفر ثينكينج، فتعالى كده بص، أوب 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 أوب. تعالى افكار كتير متداخله، اعمل ايه؟ الملجا الاول بتاعك هو ان انت تمسك ورقه وقلم وتبدا تفرغ فيها الافكار بتاعتك. انا كهشام بستخدم الموبايل عليه النوتس، فابدا اي حاجه تيجي في فكره في دماغي اروح اكتبها. كاتب حلقات كتير ان شاء الله الفتره اللي جايه، او فيديوز كتير هتكلم فيها، لو اللي هي الفيديوز اللي هتكون وقت قليل، او التحضير بتاع اللايفات اللي هتكون مده زي احنا شغالين دلوقتي لينا تقريبا ساعه او اكتر فشغالين. فاذا اللايفات لوحدها والحلقات لوحدها وكل واحده لوحدها انا بستخدم النوت علشان خاطر احط فيها الافكار بتاعتي، وابدا ارتب فيها الافكار بتاعتي والاولويات بتاعتي، وهعمل ايه فين وازاي وليه وعشان خاطر ايه. فانت لما تمسك الورقه والقلم بتاعتك وتبدا ان انت تفرغ، التفريغ بتاعك دوت بيخليك ان انت خلاص نزلتها على الورقه والقلم، عقلك نفسه هيفصل. اتفقنا؟ عقلك نفسه هيبدا ان هو يقسم كل حاجه لوحدها، وعارف ده رايح فين وجاي من فين. اغلب مشاكلنا في الاوفر ثينكينج ان انا مش بطلع بحل ملموس. تمام؟ طيب لما انا بدات ان انا اكتب في الورقه والقلم، هتبص هتلاقي نفسك خلاص بقيت مرتب كل حاجه حواليك، مرتب هعمل ايه بعدين ازاي، وده هيحصل ازاي، وهتعمل فيه ازاي، ومش عارف كذا 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 كذا. فانت بدات ان انت تفرغ كل حاجه. طيب رقم اتنين في كده تقنيات الاسترخاء والتامل علشان خاطر تبدا ان انت تخلي دماغك تعمل شات داون، وتبدا ان هي ما تفكرش في حاجه، وتبدا تكون في حاله من الخشوع، او الحاله من عدم استخدام عقلك، وبتفكر في حاجه واحده بس خارج الاطار اللي انت بتفكر فيه. وده اللي احنا ممكن نقول هي مرحله الصلاه. لو انت بتصلي هتعرف الجزء ده كويس. اول ما تيجي تصلي تبص تلاقي ان انت عايز توصل لمرحله الخشوع، اول ما تجيلك فكره فبتستعيذ بالله من الشيطان، وبتدفل على شمالك 3 مرات. تدفل ومش بتتف عشان نبقى متفقين. فبتدفل على شمالك اللي هو رذاذ خفيف، يعني مش اللي هو مهم، يعني عشان خاطر بس ما ندخلش في التفاصيل دي. تمام؟ فانت لما تيجي تخش في الصلاه فتبص تلاقي نفسك ان انت عايز توصل لمرحله الخشوع، والخشوع دي عشان خاطر توصل لها فانت محتاج تكون عقلك دوت مش شغال غير ما بينك وبين ربنا، تعرف وتحس ان انت بين ايدين ربنا. فيقول لك دايما لو انت عايز توصل لمرحله من الخشوع، معلومه سمعتها يعني، وانت عايز توصل لمرحله من الخشوع اعرف ان ربنا قدامك وانت ما بين ايدين ربنا، ووراك ملك الموت. وراك ملك الموت وانت بين ايدين ربنا. فوقتها هتحس بكم من الخشوع، وتلاقي نفسك ان انت في حاله رائعه جدا. هتلاقي عقلك دوت هادي ومسترخي بشكل جميل جدا. فاذا يبقى التقنيه الثانيه او النقطه الثانيه هي تقنيات التامل والاسترخاء. لو انت حابب ان انت تعمل مديتيشن، او ان انت ممكن تعمل حاجه بسيطه جدا، وهي ان انت تصلي وتبدا تخش في مراحل الخشوع، وتحاول ان انت توصل لمرحله الخشوع. فتبص تلاقي نفسك عقلك شغال بيصفي كل حاجه، وبتبدا كل حاجه تهدى معاك، لان انت بتكلم ربنا وبتشكر ربنا وبتعيش مع ربنا، فالدنيا كلها بتهدى معاك. اتفقنا؟ فده رقم 2. رقم 3 وهي تقسيم المشكلات. بص يا صاحبي عشان نبقى متفقين، الكثره بص يا صاحبي عشان نبقى متفقين، الكثره تغلب الشجاعه، عشان خاطر نبقى متفقين. تمام؟ عشان خاطر بس نجيب من الناحيه الكثره تغلب الشجاعه. معنى كده لو حضرتك بدات ان انت تخش على مشاكل كتير، فاعرف ان انت ايه، هتتلبى على دماغك، هتاخد ضربه كده على قفاك. ليه؟ علشان خاطر انت دخلت على 60 مشكله في نفس الوقت وعايز حلول لكل واحده فيهم. فالكثره تغلب الشجاعه. المفروض ان انا اعمل ايه؟ تمسك يا صديقي كده المشاكل بتاعتك وتقسمها، ادي 1 2 3 4 5 6، وتقسم مشاكلك. مثلا عندي مشكله في الشغل، عندي مشكله في البيت، عندي مشكله مع صديقي، عندي مشكله مش عارف في التفكير، عندي مشكله مش عارف في السوشيال ميديا، عندي مشكله مش عارف ايه. فتمسك واحده واحده وتركن، بص تقسمهم. بعد كده تمسك مشكله وتحلها. فانا تمسك مشكله، واحد عندي مشكله في الشغل احلها ازاي؟ روح للمدير واتكلم معاه، او روح مش عارف للي حصل معاه المشكله وابدا اتفاهم معاه. حاجه من الاثنين دول. تمام؟ دينا زي الفل، في السيف سايد، في الامان، قشطه زي الفل. طيب اذا يبقى انا هنا عملت ايه؟ بدات ان انا احل اول مشكله، بعد كده امسك المشكله اللي بعدها، امسك المشكله اللي بعدها، واحده واحده هتقدر تسيطر عليهم وتبدا تحل كل مشاكلك. ولكن لو انت قعدت تراكم مشاكلك هتبص تلاقي نفسك حاطط ايدك على خدك وتقول ان الحياه انتهت والكوكب انتهى وان انت عايز تنتحر وان مفيش حاجه عدله في حياتك. اتفقنا؟ كل الناس عندها مشاكل، كل الناس انت نفسك عندك مشاكل كتير.
في اللحظه اللي بتكون مبتسم فيها وبتهزر فيها وبتضحك فيها، تمام؟ بس كل الفكره هي تقبلك وتقبل المشاعر لكم المشاكل دي. لو انت تناسيت مش نسيت، لان مش حد بينسى. لو انت تناسيت بعض من المشاكل بتاعتك هتبص تلاقي نفسك ان انت عايش حياتك زي الفل. ولكن لو انت جيت افتكرت كل مشاكلك مره واحده هتكره نفسك وتحس ان انت الدنيا متطربقه فوق دماغك. فاذا المفروض ان انا اقسم مشاكلي واخلي كل واحده لوحدها واحل واحده واحده، وابدا اكتب الحلول بتاعت واحده واحده واتصرف فيها ازاي وهيحصل فيها ازاي وايه وليه وايه وامتى وهكذا، علشان خاطر تبص تلاقي نفسك هونت على نفسك الموضوع. اوكي؟ طيب النقطه اللي بعدها هي ممارسه الرياضه. الجسم السليم في العقل السليم، والعقل السليم في الجسم السليم. يعني ايه حضرتك؟ كل ما تمارس رياضه، وده مثبت علميا، كل ما تمارس رياضه انت بتقلل التوترات في الجسم بتاعتك. تبص تلاقي ان انت ايه، بدات ان انت جسمك يبقى اقوى، جسمك بيبقى احسن. تبص تلاقي نفسك ان انت بايد بتتحسن وكل شويه بتبقى في الافضل وللافضل. فهنا بقى فكره الرياضه ليها عامل مهم جدا في ان هي بتقلل التوتر وان هي بتقلل التفكير بتاعك، لان هي بتخليك اصلا بتفكر بشكل ايجابي. يمكن بنشوف الريلز والستوريز اللي بتنزل للناس اللي هي بتخش الجيم، يقول لك ايه، لو صاحبتك سابتك روح الجيم. ليه؟ علشان خاطر، مش علشان خاطر الجيم بيعوضك عن صاحبتك ولا اي حاجه ولا اي نيله. كل الفكره بس ان افرازات الهرمونات بتاعتك بتبدا ان هي تنشط الجسم بتاعك، تبدا تغير من التفكير بتاعك، يبدا يتحول تفكيرك من السلبي للايجابي. اتفقنا؟ كل ما بتيجي مثلا تشيل الدمبل مثلا وتعمل، انا بتكلم عن الجيم، كمان انت عندك ممكن رياضه الجري، ممكن تلعب اي رياضه. فلو مسكت الدمبل وعملت مجموعه كامله فجسمك بياخد حافز ان انا عملت مجموعه كامله، الله ده انا كملت اليوم بتاع الجيم بتاع النهارده. فتبص تلاقي نفسك ايه، حسيت بالانجاز، فيبدا يتعدل المود بتاعك. فتبص تلاقي نفسك ان هو ايه، خلاص بدات تفكر بشكل ايجابي، تفكيرك بشكل ايجابي يبدا يهندل المشاكل اللي عندك. فتبص تلاقي نفسك مش عندك التفكير المفرط دوت مره ثانيه. وادي كمان عندنا حد جرب قال لك اسال مجرب وما تنساش الطبيب. ما فيش حاجه اسمها اسال مجرب وما تسالش طبيب، اسال مجرب وما تنساش الطبيب. ودي استاذه زينب فاوي بتقول حصل عن تجربه، الجيم على فكره بيحسن من مزاجك وبيحسن من تفكيرك ويحسن من ترتيب الافكار عندك، فيقلل عندك الاوفر ثينكينج. اتفقنا؟ طيب اوكي. طيب النقطه اللي بعدها التركيز على اللحظه الحاليه. بص بقى يا سيدي، عشان خاطر نبقى متفقين من النقطه ديت، في ناس بتعيش في الماضي وفي ناس بتعيش في المستقبل، وسايبين نقطه مهمه جدا وهي الحاضر. في ناس تقعد تعيش في الماضي، ودي بنعرفها في الفراسه من خلال المنطقه دي. لو قسمت الوش هنا فتبص تلاقي المنطقه ديت اكبر من المنطقه دي، فده معنى كده ان الشخص دوت ايه، شخص بيحب الماضي او بيحب يفكر في الماضي اكتر من المستقبل. اوكي؟ لو عنده المنطقه ديت اكبر، المنطقه دي من اول منطقه الودن من اول القسمه دي لغايه قدام، لو عنده اكبر معنى كده ان الشخص دوت بيحب التفكير في المستقبل اكتر من الماضي. طيب بعيدا عن المعلومه ديت اللي هي موجوده في الفراسه، اللي لو حضرتك حابب تطلع اكتر على المعلومات ديت ممكن تدخل على لايف كان موجود على اليوتيوب عندي عن تحليل الشخصيه، وتعرف معلومات وتجرب بنفسك تحليل الشخصيه وهتعرف النتائج بتاعتها. اتكلمنا عن معلومات كتير جدا وممكن تجربها بنفسك، او ممكن تطلع على كتاب بتاع نعومي ارتكل. نعومي ارتكل، الكتاب دوت اللي هو باسمه بامكانك قراءه الوجوه، فممكن ترجع لده او ترجع لده. ولكن اللي انا عايز اوصله لك ان في مشكله كبيره جدا ان انت قعدت تفكر في الماضي. لو انت قعدت تفكر في الماضي بس هتبص تلاقي نفسك شغال بتفكر في الحاجات اللي حصلت. تفكيرك في الحاجات اللي حصلت ما هو الا شيء بيبدا ان هو يحبطك. طب انا عايز افكر في المستقبل علشان خاطر انا باخد من الماضي عبره، ده دور الماضي. انا عملت مشكله فلننسى اخطاء الماضي ولنصنع اخطاء جديده، زي ما قال عمرو عبد الجليل. هي كده، انت بتنسى الاخطاء بتاعت الماضي او مش بتنساها، انت بتبدا تتعلم منها وتاخد منها عبره. اوعى تنسى الماضي، اللي ملوش ماضي ملوش مستقبل. الماضي بتاعك هو اللي بيبني لك مستقبلك، مع كل خطا بتقع فيه بتتعلم منه فيبني لك المستقبل بتاعك، فما تغلطش فيها مره ثانيه. اوكي؟ فده اللي تاخد بس من الماضي مش اكتر. في ناس تقعد تفكر في المستقبل، يقول لك ايه، انا عايز اكون اشهر مدرب تنميه بشريه في 2025 ومش عارف ايه، وافكر في المستقبل في المستقبل في المستقبل في المستقبل، وانسى اعيش اللحظه الحاليه، انسى اعيش اللحظه الحاليه فاعمل انجاز. وعلشان خاطر كده في بعض الاحيان كده لازم تخلي بالك وانت بتتكلم مع نفسك عن الانجاز اللي انت عايز تعمله. بعض الناس تيجي تتكلم تقول لك ايه، انا هعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، فتلاقيه متحفز قوي وهو بيتكلم. بعد التحفز بتاعه عمل حاجه؟ ما عملش. ليه؟ لان هو وصل لنفسه شعور ان هو عمل الانجاز ده واخد كفايته من الشعور ده، اللي هو تمام انتهى، مش عايز اكتر من كده، انا عايز يوصل للشعور. وصل لك الشعور، تخيلت الشعور، حسيت بيه، شكرا، انت مش هتعمل حاجه ثانيه بعدها.
فاذا خلي بالك من ان انت فكره ان انت بتفضل تفكر في الحاجه اللي انت عايز تعملها والشعور اللي هيوصل لك بعد انجازك ده، علشان خاطر بس ده هيخليك ان انت ما تعملهاش. فالمفروض ان انا في الوقت دوت اعمل ايه؟ افكر في المستقبل، انا عايز اعمل 1 2 3 4 انجازات للمستقبل، او اتعلم حاجات دي علشان خاطر تفيدني للمستقبل. وافكر في الماضي، الحاجات اللي انا اخطات فيها واللي وقعت فيها اللي تعلمني ازاي اتعايش بيها اللحظه الحاليه. وابدا اعمل ايه؟ اعيش في الحاضر. عيش يا ابني في الحاضر وسيبك من الماضي وسيبك من المستقبل. خلاص فكرت هنا وفكرت هنا، يلا اركنهم على جنب وخليك مركز في الحاضر. عيش اللحظه السعيده اللي انت عايشها. ربنا لما بيجي يخليك تعيش كل يوم، يعني انا افتكر والدي كان بيقول لي الله يرحمه، كان بيقول لي ايه؟ بيقول لي الواحد لما بيجي ينام دي الموتة الصغرى، لان هو بيموت بس موت خفيفه، تروح عند ربنا وبعد كده ترجع مره ثانيه. ما اعرفش المعلومه دي صح ولا لا بصراحه، يعني بس هو كان بيقولها لي كده يعني. تمام. فبيقول لي الجزء ده، فممكن في اي لحظه من اللحظات روح ما ترجعلكش مره ثانيه. فمعنى ان انت نمت وصحيت مره ثانيه، فربنا بيدي لك محاوله جديده ان انت تكمل بيها. فلما ربنا يدي لك هديه، حرفيا والله لما ربنا يدي لك هديه استثمرها. يعني مثلا هقول لك على حاجه، هدي لك 10 مليون دولار. ها، مين عايز 10 مليون دولار؟ كلنا عايزين 10 مليون دولار. بس هدي لك ال 10 مليون دولار بس على شرط، على شرط 3 ساعات وتموت. تاخد ال 10 مليون دولار ولا تعيش حياتك؟ اكيد الاجابه، انا مش منتظر منكم اجابه لان معروفه، لا انا اعيش حياتي. في ناس تقول لك انا عايش حياتي عشان خاطر انا ممكن اجيب الفلوس بايديا، في ناس تقول لك لا انا عايش حياتي لان قيمه حياتي اهم. لما انت عارف ان قيمه حياتك اهم، طب ما تعيشها. والله العظيم ممكن تقعد في الماضي شغال بتفكر في مشاكل الماضي والاخطاء بتاعت الماضي او اللحظات الحلوه اللي عديت بيها في الماضي، فشغال بتفكر في الماضي تفكر في الماضي، فانت مش عايز الحاضر، فانت مش هيكون لك ماضي بعدين مش هيكون لك ماضي. انا كهشام لو كنت وقفت حياتي، لو وقفت على 2017 اللي عملت فيها اكبر انجازاتي، كان زماني دلوقتي مش عامل اي انجازات جديده. وده حصل معايا في سنه تقريبا او سنتين ورا بعض، قعدت معتمد على 2017 وانا عملت انجاز كذا، عملت انجاز كذا، فكنت مبسوط قوي بالماضي بتاعي، ما حققتش حاجه جديده في المستقبل. لما تخطيت النقطه دي قلت لا يا عم ده انا ولا اي حاجه، تعالى نعيش بقى في الحاضر بتاعنا ونحاول نحول حاجات للمستقبل. اللهم لك الحمد، عامل كورس هاو تو كنترول يور لايف مكسر الدنيا. كورس النتائج بتاعته بتوصل يعني ل 60 و80% من النتائج الانجازات اللي بتحصل في الكورس دوت في اول 6 محاضرات، والكورس 12 محاضره. في اول 6 محاضرات الناس اللي بتكون موجوده في الكورس بتحس بالتغيير لك ان تتخيل. فاللهم لك الحمد، عامل الكورس دوت، بنزل لايفات، بعمل تدريبات، بروح ادي تدريبات في شركات، بلف المحافظات علشان خاطر ادي تدريبات. اللهم لك الحمد، ناجح جدا في التعاملات مع الناس والتعامل مع الافراد والاشخاص، فالحمد لله. اذا يبقى لما انا كنت عايش في الماضي ما عرفتش اخلق لنفسي ماضي تاني. هو خلاص انا ما عشتش الحاضر فماليش ماضي، يعني لما اجي اروح للمستقبل ماليش ماضي. فخلاص عيش الماضي او خد من الماضي، بعد كده ابدا عيش الحاضر بتاعك، وما تعيش في المستقبل فتبص تلاقي نفسك مش عايش الحاضر بتاعك. فلما يجي المستقبل انت لسه عايز المستقبل اللي هو بتاع ان شاء الله ابدا بكره، فتبص تلاقي نفسك بكره اللي هو هبدا بكره وما يجيش بكره. فانت لو قعدت عايش في المستقبل مش هيجي المستقبل، لان انت ايه؟ شغال عايش في وهم المستقبل ومش عايش الحاضر بتاعك. فاذا التركيز على اللحظه الحاليه، عيش اللحظه الحاليه اللي انت في حياتك، ما تقعدش تفكر في الماضي وتفكر في المستقبل وتفكر مش عارف ايه، فتبص تلاقي نفسك عندك اوفر ثينكينج. فكر في اللحظه الحاليه اللي انت عايشها دلوقتي واستمتع بيها، استمتع بيها. اقسم لك بالله تاني، لو ما استمتعتش بحياتك باللحظه اللي انت عايشها دلوقتي حاجات كتير هتضيع عليك. زي كده كنت بقول، انت لما تيجي تندم ان شاء الله بعد 20 سنه هتندم، بس مش هتندم على الحاجات اللي انت عملتها، انت هتندم على حاجات كان نفسك تعملها وما عملتهاش. انا كهشام بصراحه بعمل اي حاجه تخليني مبسوط. يعني نكون في المدرسه تبص تلاقيني ان انا ايه تلاقيني قاعد مع الاولاد شغال بلعب معاهم واهزر معاهم واضحك معاهم، وفي العروض تلاقيني دايما اشارك ومش عارف ايه، اعمل اي حاجه المهم تبقى مبسوط. ايه المشكله؟ اعمل اي حاجه المهم تبقى مبسوط، طالما مش عيب ولا حرام. فانا والاهم طبعا هي الحرام. لو مش حرام اعمل وعيش واستمتع. طول ما انت مبسوط سيبك من اي حاجه. اقول لك جمله كده بس ما تاخدهاش قوي، يعني فليذهب الكل الى الجحيم ولتبقى سعادتي الى الابد. حلو. انت حر ما لم تضر، انت حر ما لم تضر. طول ما انت مبسوط وماشي حياتك صح، مش عامل حاجه حرام ومش بتضر حد، زي الفل. انت كده كمل، انت كده كويس جدا. فانا طيب اخر حاجه
اخر نقطه في الحلول الخاصه بالتفكير المفرط، وهي انك تدور على الدعم. وخلي بالك من النقطه ديت لان فيها فخ. خلي بالك من النقطه ديت، هي مهمه جدا 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 جدا، بس فيها فخ. النقطه ديت هي ايه؟ ان انت بتدور على الدعم. الدعم دوت ينقسم لاثنين: يا اما صديق ليك او حد مقرب ليك، شخص مقرب، يا اما معالج. بتبدا ان انت ترجع لمعالج، تبدا تتكلم معاه وتحكي معاه وتقول له مشاكلك مش عارف ايه، يبدا يمسك مشاكلك ديت ويبدا يفلترها لك، ويبدا ان هو يقول لك الحل بتاعك هو كذا. سواء كان لايف كوتش، سواء كان تدريب في كورس مثلا ولا بتاع، عيش. المهم ان انت لما تيجي تروح تختار شخص، اختار الشخص الصح اللي هيقدر يفيدك في المستقبل، يقدر يدي لك حاجه مفيده، يقدر ان هو يدي لك حاجه تحبها. اتفقنا؟ فاذا ده فكره ان انت تكون معاك معالج، او ان انت يكون عندك شخص مقرب ليك. الشخص المقرب ده ممكن يكون صديق، ممكن يكون حد قريب منك، حد قريبك، ما اعرفش، اختار. بس على ذكر الاختيار، في فخ كده بنقع فيه، وهو الشكوى والحكاوي، واحكي ايه لمين وازاي وليه. يعني في فخ كده تبص تلاقي في واحد بيحكي كل حاجه عنده لشخص معين. مثلا قال لك ان الشخص دوت ايه، ده صاحبي، ده صديقي الصدوق، وعمره ما هيخوني، وعمره ما كذا 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 كذا. راح حكى له كل تفاصيله. شكرا، انت كده غلط. واحد تاني جه راح حكى لوالده او والدته او اخته او اخوه، اي حد من قرايبه، راح حكى له كل حاجه. شكرا، انت كده عملت غلطه كبيره جدا. خلي بالك ان انت مش كل حاجه تتحكي لاي حد. وده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله في اللايف اللي جاي، وهي فكره الشكوى لغير الله مذله. الشكوى لغير الله مذله. يا ترى احكي لمين واتكلم مع مين؟ ولو انا حكيت مع اهلي، ايه الايجابيات والسلبيات بتاعتها؟ ولو انا حكيت مع حد من اصحابي، ايه الايجابيات والسلبيات بتاعتها؟ ولو انا اخترت واحد احكي له، يعني لو انا بدات ان انا اختار كل واحد احكي له حاجه معينه، يا ترى ايه الايجابيات والسلبيات بتاعتها؟ ويا ترى احكي كل حاجه ولا ما احكيش كل حاجه؟ يا ترى ابقى شخص كتوم ويحصل لي اضطرابات نفسيه، ولا ابقى شخص منفتح واحكي واقول كل حاجه فيعملوا لي، يبوظوا لي الدنيا من خلال ان هم يقعدوا يحكوا الكلام اللي انا هقوله، ولا ده اللي ان شاء الله نتكلم فيه اللايف اللي جاي. فاذا يبقى عندك حلول. الحلول بتاعه التفكير المفرط هي التفريغ عن طريق الكتابه، او ان انت تعمل تقنيات الاسترخاء والتامل، المديتيشن، او ان انت حضرتك بتروح للصلاه وتدخل في مرحله من مراحل الخشوع، او ان انت بتقسم المشكلات بتاعتك، تبدا تقسم المشكلات بتاعتك وتبدا تمسك واحده واحده عشان الكثره بتغلب الشجاعه. وممارسه الرياضه، لان الرياضه بتبدا تغير من الهرمونات بتاعتك والافرازات بتاعتك، فتخليك في احسن حال، وتبدا ان هي تحسن من تفكيرك. او ان انت بتركز على اللحظه الحاليه، لا بتفكر في الماضي كتير ولا تفكر في المستقبل كتير، بتاخد من الماضي عبره وتاخد من المستقبل خطه، وتبدا تعيش اللحظه بتاعتك الحاليه وتستمتع بكل دقيقه ربنا اداها لك ومن عليك بيها، فتعيشها وتستمتع بيها وتديها حقها. فده التركيز على اللحظه الحاليه. واخر حاجه وهي البحث عن الدعم، يا اما بيكون معالج بتبدا تتكلم معاه، او بيكون حد بتبدا مقرب ليك تقدر تحكي معاه. ولو انت عايز تعرف يا ترى احكي لمين واحكي له ايه واقولها ازاي، ويا ترى الشكوى لغير الله مذله فعلا ولا لا، وده اللي هنتكلم فيه اللايف اللي جاي. لو حد من حضراتكم عنده اي سؤال، اي استفسار، ابعت لي على الواتساب، ابعت لي على الانستجرام، ابعت لي على التيك توك. هبعت دلوقتي على الانستجرام، هو موجود على الانستجرام، اللي هو الاسك. اسال اللي انت عايزه وقول الحاجه اللي انت عايزها، علشان خاطر لو كده هقدر اجاوبك عليها النهارده. ما قدرتش اجاوبك عليها النهارده ان شاء الله ممكن نخليها في اللايف اللي جاي. ابعت على الصراحه لو انت عايز تسال سؤال محدش يعرف انت مين او قلت ايه، عادي ابعت على الصراحه. ابعت لي على الفيسبوك، ابعت لي على الانستجرام، ابعت لي على التيك توك، ابعت لي على كل مكان، اليوتيوب مثلا. ابعت في اي مكان، المهم ان انت تبعت، لان انت لما تبعت هتستفاد وانا هجاوبك على السؤال بتاعك. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقولها لك، ما تنساش تعمل فولو علشان خاطر ما اقتلكش، عشان بس نبقى متفقين. ما بقاش انا شغال بهاتي ليها ساعه ونص وانت ما تعملش فولو، ده شيء يزعل. فانا واعمل شير للفيديو دوت علشان خاطر يمكن حد يستفاد بيه. وانا هطلب منك طلب نهائي: اعمل الشير واكتب من فوق انت استفدت ايه. النهارده اخذنا مع بعض الاعراض بتاعت الاوفر ثينكينج، والاسباب بتاعت الاوفر ثينكينج، والحلول بتاعت الاوفر ثينكينج. عايزك تكتب لي كده ايه اكتر حاجه استفدتها واكتر حاجه استمتعت بيها وانت بتعمل الشير، لان انا هشوف الشير بتاعك. انا بدخل على كل واحد بيعمل شير، هدخل على الشير بتاعك واشوف انت استمتعت بايه واستفدت ايه واكتر حاجه انبسطت بيها، علشان خاطر اشوف انت اخبار اليوم بتاع النهارده. وفي النهايه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. شكرا.